السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترتنا الغاليين؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية وهو الأوبيزيتي. الأوبيزيتي الكتاب بتاعنا كتب فيها كمية تفاصيل، لو فتحت التكست بوكس اللي المفروض يعني النواب الجداد كده اللي في أول سنة سنتين بيقروها مش هتلاقي التفاصيل دي. فعشان كده الحصة عايزين ناخدها كده بهدوء ونفهم كل جزئية على حدة، وان شاء الله هنزل لك في اخر الحصه كده فيديو صغير على الجروب اقرا معاك الكتاب، عشان برضو ايه، حته في التنظيم حته في التنسيق، لان هتلاقيني بعض الحاجات دمجها مع بعضها، بعض الحاجات مقدم فيها، بعض الحاجات مأخر فيها، عشان يبقى السير الحصه مظبوط وتبقى فاهم النقاط كويس جدا. مش عايز اطول عليك، يلا بينا. هنبدا بالاوبيزيتي. الاوبيزيتي مش مجرد سمنه، مش مجرد ان واحد مثلا بياكل بس شويه اكل كتير كده وخلاص، هو مش خلل سلوكي فقط، لا ده انت هتشوف ان الموضوع متشعب جدا وداخل فيه تفاصيل التفاصيل. الاوبيزيتي ديزيز، مرض، وبعض الكتب تقول لك عليه ايه ده، البانديميك بتاعه العصر. بانديميك يعني ايه؟ يعني وباء، زيه زي الكورونا مثلا، يعتبر بانديميك، وباء وجائحه. في ناس تقول لك عليه تسميه اسم كده حلو، يقول لك لا مش ديزيز، بس انا عشان افهمك الاسم حلو، هو ديزيز اوف كومبليكيشنز. بمعنى ممكن تلاقي واحد يعني وزنه زايد شويتين، اوبيس شويه، وعادي وعايش وزي الفل، ممكن بيلعب معاك كوره والدنيا حلوه. المشكله ان هو عباره عن قنبله موقوته، مع الوقت مره واحده يظهر عنده سكر، مره واحده يظهر عنده هايبرتنشن، مره واحده يخش في جلطات، وقصه كده هنفهمها ان شاء الله مع بعض، وهتوضح لنا اكتر لما نيجي نتكلم ان شاء الله على الكلينيكال بيكتشر في الجزء الجاي من الحصه في بدايتها باذن الله. يعني ايه اوبيزيتي؟ حسب تعريف ال WHO قالت لك ان ده عباره عن chronic relapsing progressive disease. الكلمه دي مهمه جدا. كلمه كرونيك هو حاجه مزمنه مش حاجه اكيوت، يعني تمام. وريلابسنج يعني ممكن تخس وترجع تتخن تاني، طبيعي. وبروجريسيف بيزيد مع الوقت، ماشي. characterized by abnormal or excess fat accumulation، يعني ببساطه عندك اديبوز تيشو ماس زياده شويه، الدهون عندك زياده شويه، هو ده التعريف. وخلي بالك من الدقه دي عشان نحتاجها. obesity تساوي دهون، ما تساويش وزن زايد، لا خليك دقيق. الاوبيزيتي دهون زياده وليس وزن زايد. تقول لي مش فاهم يا دكتور، في فرق؟ اقول لك طبعا في فرق. مش ممكن واحد وزنه زياده عشان هو مثلا عضلات وحلو، بس وزنه زياده عن المقياس اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. مش ممكن واحد وزنه زياده عشان جسمه معبي ميه. هل هو كده اوبيز حسب التعريف؟ لا مش اوبيز، لان الاوبيزيتي ما هي الا فات، دهون، لازم تبقى دهون. طيب دي بيسموها احيانا سودو اوبيزيا. المهم ان الاوبيزيتي دي تمثل خطر على الحياه وعلى الصحه العامه. ازاي بعمل اسسمنت؟ اشهر حاجه يعني وكتير جدا بنستخدمها، وانت اصلا في البيت ممكن كتير قوي يقول لك احسب كده نسبه الدهون بتاعتك قد ايه، اللي هو البادي ماس اندكس. تمام، دي اكتر حاجه ايه الناس بتستخدمها اصلا، يقول لك ايه، شوف لنا كده البادي ماس اندكس بتاعك قد ايه، انت عشان تعرف هو انت اوبيز ولا اوفر ويت ولا. وهنشوف الحاجات دي كمان شويه. دي اكتر حاجه مستخدمه. بتتحسب ازاي؟ الويت بالكيلوجرام، ركز بالكيلوجرام على الهايت بالمتر المربع. يعني ايه؟ يعني الهايت مثلا واحد مثلا وزنه وليكن مثلا 70 مثلا كيلو، يبقى 70 على طوله قد ايه؟ قال لك ده طوله 170 سم. ما تقولش 170 اس 2، لا هتقول 1.7 اس 2، وتحسبها من نفسك وتشوف النسبه هتطلع قد ايه. ده يعني اكتر حاجه بتستخدم وشهير جدا وكلنا عارفينه يعني. في حاجات تانية مهمه. البادي ماس اندكس لوحده على فكره ما ينفعش، وهتشوف ده كمان شويه. بنسميها انثروبومتري، زي اللي كنتوا بتاخدوها في الاطفال، الانثروبومتريك ميجرز. يعني هي حاجات كتير هتلاقيها مكتوبه عندك في الكتاب اللي هو السبلمنتري ميجرز كده. يعني يهمني فيها اكتر واحد هو الويست سيركمفرنس، اللي هو محيط الوسط كده يعني، والويست تو هيب ريشيو. والحاجات دي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله لما نتكلم على القياسات في الجزء الجاي من الحصه باذن الله، لكن خدنا عنها فكره كده سريعه. نبدا اول حاجه بالبادي ماس اندكس. دي التقسيمه بتاعه البادي ماس اندكس. والله لو انت من 18 ونص لحد 24.9 ده الريفرنس رينج، ده الاوبتيمال بالنسبه لك. لحد ال 30 ده كده الاوفر ويت، فوق ال 30 اوبيز، لحد 35 كلاس 1، لحد ال 40 كلاس 2، اكتر من 40 يبقى انت كلاس 3. ده التقسيمه اللي هتلاقيها مكتوبه عندك في الكتاب في الاخر خالص قبل الكلينيكال بيكتشر، ماشي. بس دي اقولها من دلوقتي وخلاص، هي سهله يعني، كلاسيفيكيشن عاديه وتقريبا كلنا عارفينها. لكن في مشكله واجهتنا في هذه الكلاسيفيكيشن. ايه بقى المشكله ديت؟ ان دي مش بتفرق ما بين الفات واللين بادي ماس. افهم معايا من فضلك، مصطلحات اهم حاجه في النيوتريشن. اهم حاجه في النيوتريشن عشان ايه؟ انت في النيوتريشن هتقابلك مصطلحات كتيره جدا، فما تبقاش في مصطلح معدي انا فاهمه بالوهم، لا افهم كل حاجه معناها ايه. الفات مفهوم، الدهون الصافيه.
طيب اللين بادي ماس يعني ايه؟ شفت انت لما اقول لك شفي لي حته اللحمه، لما تروح عند الجزار كده وتقول له لا حته اللحمه دي مدهننه شويه فيها دهون زياده، شفيها لي. يعني ايه شفيها لي؟ يعني طلعها لي لحمه بس، عضلات بس من غير دهون. هو ده اللين بادي ماس. وزنك ناقص وزن الدهون يساوي كذا، هو ده اللين بادي ماس بتاعك، اللي هو وزن العضلات بتاعتك، اللحمه عامله ايه يعني. تمام، ده بلغه السوق يعني. فده اللين بادي ماس، وده مهم جدا جدا. ازاي؟ زي ما ضربت لك امثله. ممكن واحد مثلا عنده ساركوبينيا. ايه الساركوبينيا ديت؟ ده واحد عنده العضلات خاسه، زي مريض الهيباتيك مثلا كان بيحصل عنده الساركوبينيا ديت. طب ما ده العضلات بتاعته خست، مش ممكن وزنه ينزل؟ يعني يكون هو اصلا الفات عنده زياده، لكن في نفس الوقت البادي ماس اندكس بتاعه مظبوط، او مش اوبيز مثلا اوفر ويت، بس ليه؟ ما العضلات خست. ده واحد يعني بادي بيلدر بقى وعضلات كتيره وبتاع، هل اقول عليه تخين؟ ما ينفعش اقول عليه ان هو تخين، لان ده لين بادي ماس، يعني ده عضلات مش دهون. ماشي. واحد تاني مثلا عنده اديمه، وضربنا الامثله دي خلاص يعني، فهو ده مشكله البادي ماس اندكس. وعشان كده البادي ماس اندكس قال لك انا ما اقدرش اقول عليه انه اوبيز. ليه؟ اصل مش هتفرق انا قلت على واحد اوبيز ولا لا، هو انا بربطها انه اوبيز وبالتالي في ريسك على الهيلث بتاعه. فقال لك يبقى محتاجين نضيف ميجر اخرى، حاجه تانية قياسيه اعرف بيها الريسك على الهيلث والخطر على الصحه بتاعه البيشنت. فمن هنا جت حاجات اللي هي الانثروبومتري، اهمها مين؟ هو الويست سيركمفرنس، هي دي. تمام. طيب تعالى بس كده ايه نبص عليها واحده واحده. ده الويست سيركمفرنس، وهنعرف ان شاء الله ازاي بنقيسه والكلام دوت، لكن هو ببساطه يعني اكن انت بتشوف محيط الوسط كده من عند السره كده، تمام، وبتلف كده. طيب وبتشوف المحيط اهي بالقياسات اهي قدامك، ما فيهاش مشكله خالص. بتربطها بقى بالبادي ماس اندكس، يعني لو واحد ريفرنس رينج والويست سيركمفرنس بتاعه بهذه الارقام، سواء من او ومن طبعا. طب المين طبيعي ان هو الويست بتاعه هيبقى اكبر شويه يعني، بيبقى نيجليجابل هنا الريسك اللي هو الكارديو فاسكولار ريسك، والريسك بتاع التايب 2 دايابيتس هنا نيجليجابل، يعني ايه مش ههتم بيه خالص يعني. لكن لو كبر شويه لا مايلدلي انكريز، هنا لا مودريت. طب لو كان اوفر ويت بنفس القياسات، هنا مثلا شوف دي هتوضح لك ايه. مثلا كلاس 1 لو هو الويست سيركمفرنس بتاعه قليل يبقى مودريت ريسك، ما عندوش ريسك عالي. شوف بقى لو لما زاد شويه بقى سيفير، شوف لما زاد قوي بقى فيري سيفير. فشفت قيمه الويست سيركمفرنس مش مجرد البادي ماس اندكس. هتلاحظ حاجه، هتلاحظ ان من كلاس 2 كده ما عادش بيفرق اصلا الويست سيركمفرنس، ما عادش بيفرق. طبعا هتقول لي هو ليه ما حطش هنا؟ لان صعب ان واحد يبقى كلاس 2 او كلاس 3 وعنده الويست سيركمفرنس بهذه الارقام. ماشي. فمن عند كلاس 2 ما عادش بيفرق بقى انك تقيس الويست سيركمفرنس لان انت تعرف قياسات مثلا ايه الريسك ايه، لا خلاص هو في الحالتين هيبقى فيري سيفير يعني. طيب يبقى ايه قيمه الويست سيركمفرنس هنا؟ ان انا بعرف بيه الريسك بتاعي، سواء ريسك اوف تايب 2 دايابيتس، والمفروض الكلام ده خدتوه في الاندوكراين، لكن هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله برضو. وفكره الانسولين ريزيستنس ايه فهنفهمها ان شاء الله بالتفصيل النهارده، بتفصيل التفاصيل يعني. الكتاب اتكلم عنها لكن يعني كلمتين بس، لازم انك تفهمها كويس بقى طالما جه الذكر بتاعها. وكذلك الكارديو فاسكولار ريسك. دي كده الانثروبومتري ميجر. هندخل بعد كده على مصطلح اسمه الابيديميولوجي. والابيديميولوجي هو عندك كلام كتير مكتوب يعني، اعديه كده وخلاص يعني، مجرد ايه تعرف النسبه هنا كام مش عارف ايه، كلام مش مهم خالص. اللي عايزك بس تعرفه حته ان الفيميل بتبقى اكتر من الميل في العاده، وان مصر واحده من اكتر الاماكن اللي فيها اوبيزيتي يعني في المنطقه كده، يعني هايست ريجن، واحده من الاماكن العاليه في الاوبيزيتي. فطبعا ده خطر، ده خطر. واحنا ما اكثر السكر عندنا في مصر يعني. سبحان الله احنا تعتبر اكتر دوله فيها سكر في الوطن العربي كله يعني. يعني ده برضو نابع من الاوبيزيتي يعني. حاجه اضافيه مش عندك في كتاب بس عايز برضو افهمها لك، ان الاوبيزيتي عامه يعني الرسم البياني اللي قدامك ده هتلاقي انها بتزيد على مر السنين. طب ليه؟ لان انا عندي عاملين اساسيين في الاوبيزيتي، يعتبر هم عاملين اساسيين يعني ايه مع عوامل اخرى، لكن هم اساسيين خالص، وهو الفيزيكال اكتيفيتي والدايت بتاعك. للاسف ان مع الوقت الحركه بقت قليله. ليه؟ انت دايما قاعد على الكرسي، دايما راكب العربيه، مش عارف في شغلك في المكتب، الحركه بقت قليله، ما عادش بقى زي زمان الناس اللي كانت تنزل في الارض وتشتغل وتروح وبتيجي. الدايت ما اكثر دلوقتي الفاست فود، والفاست فود ده مصيبه، احنا هنتكلم عليه ان شاء الله برضو واحنا ماشيين كده في الدرس، مصيبه. فزاد جدا، فطبعا ده برضو زود الكالوريك انتيك بتاعك وقلل الحرق بتاعك، ان مفيش فيزيكال اكتيفيتي، فبالتالي بقى عندك بوزيتيف انرجي بالانس، فبالتالي بدات ان انت تراكم دهون في جسمك. الكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي. هنبدا كده في الباثوفيسيولوجي. والباثوفيسيولوجي ما هي الا عمليه معقده. طبعا هتلاقي عندك نص صفحه في الكتاب رصص لك اسباب كده كتير، احنا هناخد كل سبب لوحده ونبدا ان احنا نحلله واحده واحده. لازم تعرف ان دي كومبلكس انتر اكشن، يعني حاجات كتير بتتداخل مع بعضها.
هي الموضوع مش بس ايه سيمبل كده ان اقدر اقول لك اصل انت اكلت كتير فبس قلل اكلك وبتاع. لا، هتلاقي في خلل في الهرمونات بيحصل مع الاوبيزيتي، هتلاقي خلل في البكتيريا، هتلاقي حاجات كتيره جدا جدا جدا. فالموضوع كل ما فهمته بشكل اعمق كل ما قدرت تحط ايدك على مشكله الاوبيزيتي وازاي تعالجها. اول حاجه معانا واهم عامل من يعني تعتبر ده عامل اساسي في الاوبيزيتي وهو الانرجي بالانس ديسريجوليشن. يعني ايه الكلام ده الميزان بتاعنا. ميزان على ناحيه منه الانرجي انتيك او الانرجي كونسامشن بتاعك اللي هو استهلاكك، بتاكل قد ايه مثلا، ايه كميه السعرات الحراريه اللي سيادتك بتاكلها. وعلى الناحيه الثانيه الانرجي اكسبنديتشر، الحرق بتاعك اخباره ايه، امتى يحصل لك ان انت تتخن. ببساطه لما الانرجي انتيك يزيد او الاكسبنديتشر يقل، فبالتالي يبقى عندك حاجه اسمها بوزيتيف انرجي بالانس، يعني عندك سعرات حراريه زياده عن المطلوب فتبدا انها تتخزن في صوره دهون. حلو الكلام. طيب الانرجي اكسبنديتشر بيتحكم فيها 3 عوامل. قبل ما نخش عليهم كده حابب اقول لك مثال بسيط بس عشان تفهم الحسبه ديت وتفهم برضو ان الموضوع فيه شويه اهمال مننا. عملوا كده دراسه بسيطه، قال لك تخيل لو انت بس كلت في اليوم، ركز، كلت في اليوم زياده عن احتياجك، عملت بوزيتيف انرجي بالانس من 50 كيلو كالوري الى 200 كيلو كالوري. دي حاجه بسيطه على فكره، ممكن تجيبها في اي وجبه، يعني حاجه سناك كده صغير ممكن تجيب بيها الموضوع ده كل يوم. مش هتحس بالتخن ايه يوميا. يعني مشكلتنا ان احنا ايه، واحد يقول لك ايه ده انا يا اخي ايام ما كنت في اول سنه في الكليه انا كنت رفيع، مش تفهم ايه اللي حصل مره واحده تخنت. لا، انت مش مره واحده تخنت، انت كل يوم كان عندك بوزيتيف انرجي بالانس عمال ايه يتحط فوق بعضه فوق بعضه فوق بعضه. فقال لك لو انت خدت اقل من 10% من الانتيك بتاعك زياده عن المطلوب خلال، ركز، من 4 سنين ل 10 سنين هتزيد من 2 كيلو ل 20 كيلو. متخيل الرقم؟ طبعا فيها فرايتي على حسب الانتاج بتاعك وكده، لكن يعني متخيل ان شويه ايه الوجبه الزياده اللي ممكن نقول ايه يا عم ده انا بس شويه كم معلقه رز زياده عن المطلوب مش مشكله، يعني بالتراكم بتاعها هتعمل مشاكل كتير جدا وتدخل في اوبيسيتي. وده بيبين لك برضو خطوره الخطوات الصغيره اللي ممكن الواحد يستهون بيها، لكن هي لما تتراكم مع بعضها يا اما انها توصلك لمكان عالي يا اما للاسف توديك لمكان سيء. نبدا كده في الثلاث حاجات اللي بتتحكم في الانرجي اكسبنديتشر بتاعتنا. اول حاجه هو البيزل ميتابوليك ريت، وده طبعا شهير جدا والمفروض احنا عارفينه من ايام بقى الثايروكسين والهايبرثايروديزم والهايبوثايروديزم والحاجات ديت. ايه بقى البيزل ميتابوليك ريت؟ انا بنزل لمستوى ان احنا مش عارفين حاجه عشان نفهم الحاجه صح. يعني ايه بيزل ميتابوليك ريت؟ ده المينيمم اماونت، ما هو بيزل اقل كميه ممكنه من الطاقه اللي جسمك بيحتاجها وبيستهلكها عشان يحافظ على العمليات الحيويه الاساسيه اثناء الراحه. ما هو بيزل برضو مريح اقل حاجه، يعني هو مريح، مش بقى بنتكلم وانت متحرك ولا كده، زي اللي انت بتحتاجه في الميتابوليزم والكلام دوت. ايه العوامل اللي بتتحكم فيها؟ اول عامل معانا هو اللين بادي ماس، كميه العضلات اللي في جسمك. حلو، ده اول عامل معانا. طبعا كل ما زاد البيزا ميتابوليك ريت. كذلك كميه الدهون، بس هي يعني مشاركتها في البيزا ميتابوليك ريت بتبقى قليله جدا، يعني حاجه لا تذكر يعني. السن، كل ما كبرت كل ما البيزا ميتابوليك ريت بتاعك هيقل، ده طبيعي جدا مع الايجنج ومع كبر السن يعني. واخر حاجه بعض الهرمونات زي الثايروكسين مثلا. طب مين اهم عامل والموست باورفول فيهم كلهم؟ هو اللين بادي ماس، ده اقوى واحد فيهم. عشان كده الناس اللي هم بادي بيلدر وعضلات كويسه وبيتحركوا والكلام دوت فعضلاتهم كويسه، هم ناس الحرق عندهم بيكون كويس والحرق عندهم بيكون سريع، اللي هو البيزا ميتابوليك ريت بيبقى عالي وكويس. طيب البيزا ميتابوليك ريت بيمثل قد ايه من الديلي انرجي اكسبنديتشر، من الحرق اليومي بتاعنا؟ تخيل لو ده 100% من الحرق اليومي بيمثل 75% تقريبا، 3/4، يعني كميه كبيره جدا. يبقى البيزا ميتابوليك ريت ده حاجه اساسيه جدا. تاني حاجه معانا في الانرجي اكسبنديتشر هو الثيرميك افكت اوف فود. يعني ايه الكلام دوت؟ ببساطه ده التكلفه الحراريه اللي سيادتك بتدفعها عشان تهضم وتمتص وتعمل شويه عمليات من الاكل اللي انت اكلته. يبقى ده الانرجي كوست اوف دايجيشن ابزوربشن اند نيوتريانت ستورج، التكلفه اللي انت هتدفعها عشان لازم تتعامل مع الحاجه اللي كلتها. انت بتاكل ايه؟ بتاكل بروتين، بتاكل كارب، بتاكل فات، ففي جزء منهم بيتم حرقه عشان انا بستفيد من الطاقه اللي بتطلع ديت عشان اعرف اعمل امتصاص للباقي واعرف اعمل هضم للباقي والكلام دوت. فبالتالي كل ما كان حاجه منهم مثلا كميه الثيرميك افكت بتاعها عاليه، كل ما بالتالي هي مش هتساهم في زياده الوزن قوي، هتبقى احسن شويه. واظن انت كده لقطت الترتيب بتاعهم هيبقى قد ايه. ده الترتيب بتاعهم. البروتين تقريبا من 20 ل 30% منه بيروحوا ثيرميك افكت، الكارب 5 ل 10%، الفات اقلهم 0 الى 3 او 5%، حاجه قليله خالص 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 خالص. يبقى مين اعلاهم؟ البروتين. وعشان كده البروتين بيبقى حاجه اساسيه في الدايت بتاعك. ليه؟
جريتر ثيرميك افكت اوف فود، فبالتالي في جزء منه اصلا هيتحرق وتتحرم من الكالوريز بتاعته، فانت بتستفيد من النقطه ديت. بيشبع بشكل كويس، جريتر ساتايتي، وكمان انت محتاجه عشان تحافظ على اللين بادي ماس اللي هتحافظ على البيزل ميتابوليك ريت. يبقى دول 3 اسباب مهمين بيخلوا البروتين وجبه دايتيه كويسه جدا. طيب يبقى كده الثيرميك افكت اوف فود بيمثل قد ايه؟ الحقيقه هو بيمثل حاجه صغيره خالص، يعني تقريبا 10% بس من الانرجي اكسبنديتشر. تالت حاجه اظن انت يعني متوقعها شويه، وهي الفيزيكال اكتيفيتي. الفيزيكال اكتيفيتي هو الموست فاريبل كومبوننت، يعني ده يعتبر هو اكتر حاجه انت ممكن تتحكم فيها. انزل اتمشى، انزل اجري، روح العب كوره، روح مش عارف جيم، اي حاجه من ديت، يبقى دي اكتر حاجه ممكن انها متنوعه وتقدر سيادتك تتحكم فيها. لكن انا عايز يعني افاجئك بحاجه كده، ان انت عندك نوعين من الفيزيكال اكتيفيتي ممكن سيادتك مش واخد بالك منهم. النوع الاولاني حاجه اسمها نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس. ثيرموجينيسيس يعني بتحرق، ماشي. طب ايه نون اكسرسايز دي؟ دي الديلي موفمنت بتاعتنا. الستات مثلا تصحى الصبح تخش المطبخ تطبخ، تنظف المطبخ، مش عارف تخش تروق المواعين. دي حركه هي ممكن مش حاسبها لك ما بتتحركش، بس الحقيقه الحركه دي مهمه جدا، والحركه دي بتحرق سعرات. ممكن كتير مننا يقول لك كده انا اصلا قاعده في البيت. طب ما انت ما بتعمليش حاجه قاعده على الكرسي؟ لا، ده انا بقوم اطبخ وبقوم مش عارف اكنس وبقوم انظف الشبابيك. دي حركه في البيت، هي مش اكسرسايز مباشر ان انا مثلا نازل اجري او رايح ارفع اثقال او وانما بيسموها نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس. الحاجه الثانيه اللي احنا عارفينها بقى اللي هي اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، زي مثلا الجري والحاجات دي. طب بيمثل قد ايه؟ بيمثل تقريبا يعني حوالي 15% من الانرجي اكسبنديتشر يوميا بتاعتنا. طيب يبقى كده خلصنا حته الانرجي اكسبنديتشر خلاص، وخلصنا حته الانرجي بالانس ديسريجوليشن. تاني حاجه معانا حاجه اسمها نيورو اندوكراين ريجوليشن اوف ابيتايت. الحقيقه دي نقطه شائكه جدا ومحتاجه تركيز عالي الجوده. الشهيه بتاعتك بيتحكم فيها حاجتين مهمين. هي الشهيه اصلا مكانها فين؟ لازم ان انت تعرفها. مكانها في المخ، في منطقه في الهايبوثالاموس، الاركويت نيوكليوس والفنتروميديال نيوكلياي في الهايبوثالاموس. الحته دي كده على بعضها اللي موجوده قدامك هي دي اللي بيتحكم في الابيتايت بتاعتك. نيورو اندوكراين يعني في تحكم عصبي وتحكم هرموني، يبقى لازم اعرف ايه الاعصاب اللي اصلا مسؤوله انها تزود الابيتايت فتخليني جعان، او تقللها فتخليني شبعان اللي هو الساتايتي، وايه الهرمونات اللي بتبعت اشارات تشغل الاعصاب ديت. يبقى دول النقطتين اللي انا محتاج ان انا اعرفهم. لازم تبقى مرتب الكلام في دماغك، كتاب مدخل الدنيا في بعضها شويه. خلينا اول حاجه نتكلم على النيورونز ديت. اول حاجه معانا حاجه اسمها نيورو بيبتايد واي اند اي جي ريليتد بيبتايد نيورونز، ودي اسمها هانجر اكسلريتور. هانجر يعني ايه؟ يعني الجوع. اكسلريتور يعني بتسرع، يبقى واضحه قوي ان دي بتاعه الجوع. بتعمل ايه بقى؟ دي اوركسيجينيك، وكلمه اوركسيجينيك انت عارف طبعا كلمه انوركسيا اللي هو غممان نفس، مالوش نفس ياكل، يبقى شيل ان وخليها اوركسيجينيك، يبقى دي بتخليك عايز تاكل وبتقلل الانرجي اكسبنديتشر. ماشي، يبقى هي بتخليك عايز تاكل، بتقلل كمان الانرجي اكسبنديتشر، يبقى بتساهم شويه ان انت ممكن تدخل. طيب نيوروبيبتايد واي ده يعتبر هو الموست بوتنت سنترال اوركسيجينيك نوين. الفيتو البشريه هو ده اقوى اوركسيجينيك يعني نيورال ترانسميتر او كيميكال ماتيريال او كيميكال سبستانس البشريه عرفتها انها بتساهم في عمليه انك تخش عمليه الهانجر وتجوع. طيب على مستوى المخ يعني سنترال. الحاجه الثانيه اللي هو الاي جي ريليتد بيبتايد. بص يا سيدي، انا عندي الساتايت سنتر عليه ريسبتور، هذا الريسبتور اسمه ميلانوكورتين 4 ريسبتور. حلو الكلام. طيب لما بيجي كده الاي جي ريليتد بيبتايد يمسك فيه، ركز في الكلمه اللي انا هقولها. انا ما قلتش انتاجونست وما قلتش اجونست، لا، هو انفيرس اجونست، يعني اجونست معكوس، يعني بيقلل نشاط الريسبتور دوت، وبالتالي لما يقلل نشاطه يعني هيقلل الساتايتي، فبالتالي يزود الابيتايت فيخليك عايز تاكل. ماشي. طيب دي اول نقطه. تاني مجموعه من النيورونز معانا، انا قلت واحده للهنجر يبقى واحده للساتايتي بقى، اللي هو البي او ام سي والكارت نيورون اللي هي الساتايتي بريك. دي انوركسيجينيك يعني تخليك مش عايز تاكل، وبتزود الانرجي اكسبنديتشر عكسها، وده منطقي، اي حاجه في المخ هتلاقي في حاجه بتزود حاجه بتقلل، وبعدين بقى التحكم الهرموني هو اللي بيفرق، عشان كده اتسمت نيورو اندوكراين. ادي البي او ام سي. ايه البي او ام سي ديت يا دكتور؟ ده برو اوبيو ميلانوكورتين، دي ماده بريكورسور لتصنيع هرمونات كتير من ضمنها الاي سي تي اتش والالفا ميلانو سايت ستيميوليتنج هرمون. وركز معايا عشان هحتاجه. طيب ادي الالفا ميلانو سايت ستيميوليتنج هرمون بيتصنع من مين؟ من البي او ام سي ديت، صح؟ طب ازاي بقى بتصنع كده؟ طب محتاج حاجه تصنعه. ركز في ديت، محتاج شغل للاندوبلازميك ريتيكولم الاي ار.
يبقى لو في حاجه عطلت شغل الاي ار ديت يبقى مش هعرف اصنع الالفا ميلانو سايت ستيميوليتنج هرمون، وده هحتاجه دلوقتي وهتشوف ازاي. ادي الساتايت سنتر، ادي الريسبتور. ايه اللي هيحصل بقى؟ لا ده الالفا هنا هيجي يمسك فيه كده فيشغل الريسبتور دوت، فيشغل الساتايتي فتشبع، فبالتالي يزود الساتايتي فيخليك مش عايز تاكل. حلو. طيب ناخد بقى نوت مهمه جدا جدا جدا. النوت دي بتقول ايه بقى يا دكتور؟ بتقول ان الميوتيشن في الباث واي ده بتاع البي او ام سي والالفا ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، وانت رايح بقى على الريسبتور اللي هو الام ام سي 4 ار اللي هو الريسبتور يعني باث واي، هي الموست كومن كوز اوف مونوجينيك هيومن اوبيزيتي. تقول لي الله، هو في اوبيزيتي بسبب خلل جيني؟ وهنشوفها، بس حطها في بالك عشان هنحتاجها ان شاء الله، ان ده اشهر سبب للمونوجينيك. طب مونوجينيك يعني هو جين واحد المتاثر، بوليجينيك يعني اكتر من جين. لسه بنكمل. انا خلصت كده النيورونز، عايز اعرف بقى الهرمونز الاندوكراين بقى اللي هي السيجنالز افكت، الاشارات بقى اللي هتيجي. 4 مهمين. اول واحد معانا اسمه الليبتين، والليبتين دوت طبعا ده لونج تيرم اديبوستات. اديبوستات يعني بينظم الدهون، ستات كده زي ثيرموستات، بس لونج تيرم يعني ايه؟ لفترات طويله، مش حاجه ايه سبايك مثلا دلوقتي او شورت تيرم، لا حاجه لفترات طويله يعني على المدى البعيد. ده مهم ان هو انوركسيجينيك، يعتبر هو هرمون من هرمونات الشبع، ان انا شبعت الحمد لله. بيطلع منين يا باشا؟ طبعا هو بيأثر على الريسبتورز بتاعته، بيطلع من الاديبوز، من الفات. تقول لي حلو قوي يا دكتور الكلام ده. يعني انا الاستنتاج البسيط بيقول كده، يعني انا كل ما يكون عندي دهون اكتر كل ما يكون عندي ليبتين اكتر، فبالتالي يبقى عندي انوركسيا اكتر، فبالتالي ما اكلش. اقول لك حلو، انت استنتجت كلام كويس. تقول لي استنى يا دكتور، عرفت اوقعك. منين بتقول كده؟ ومنين الاوبيز بياكلوا اكتر اصلا؟ سؤال حلو قوي. يبقى عندهم مشكله مثلا في الليبتين. المشكله مش في الليبتين نفسه، هو عندهم حاجه اسمها ليبتين ريزيستنس، مقاومه، مش عارف يشتغل. طب ليه مش عارف يشتغل بقى؟ بسبب 3 حاجات. الحاجه الاولى، فاكر الاندوبلازميك ريتيكولم اللي كنت بحتاجها عشان اصنع الالفا ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون؟ بيبقى فيها ستريس فمش بتشتغل كويس، فبالتالي مش عرفت تصنع الالفا ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، فما عرفتش اشغل الساتايتي سنتر. 1 2 حصل تشبع من كتر الليبتين اللي طالع ده، حصل تشبع للريسبتورز بتاعته اللي موجوده في البرين، فبقيت مش عارف ادخل كميه اكتر. دي تاني حاجه. تالت حاجه واهم نقطه، مع الاوفر ستيميوليشن والكرونيك ستيميوليشن بيبدا يحصل ديفكت في الريسبتور، ما عادتش بتستجيب. زي فكره ايه؟ اي حاجه بتتحفز لفتره طويله يبدا يحصل لها داون ريجوليشن، يعني عدد الريسبتورز تقل، فبالتالي ما تستجيبش كويس. فتقدر تقول وكأن الليبتين ريسبتور حساسيتها ما عادتش كويسه. طب ازاي بقى اجي ان انا اعالج؟ بدي ادويه تانية تباي باس الليبتين ريزيستنس ديت. ماشي، ده بس حطها في بالك عشان احنا بنتكلم على الدراج ثيرابي ان شاء الله. يبقى ده كده قصه الليبتين. تاني هرمون معانا هو الانسولين، واظن الانسولين احنا بقى عارفين الاندوكراين، يعني ده اساسي جدا. يعني الانسولين بيعمل ايه؟ انوركسيجينيك. الانسولين انوركسيجينيك بيخليك ان انت خلاص مش عايز ان انت تاكل، وده لونج تيرم اديبوستات زيه زي الليبتين. بيطلع منين؟ طبعا بيطلع من البنكرياس. طيب وطبعا بيساهم في بناء الدهون، ده بيعمل لايبوجينيسيس، حاجه اساسيه وهنتكلم عنها قدام يعني كمان شويه ان شاء الله. تالت هرمون معانا مجموعه هرمونيه، حاجه اسمها جي ال بي 1 وي بي واي واي اللي هو بيبتايد واي واي، وحاجه اسمها كوليسيستوكاينين، وده مهم قوي. كوليسيستوكاينين ده طبعا هتلاقيني مديها الوان مختلفه وهتفهم ليه دلوقتي. اول حاجه دول وظيفتهم ايه؟ زيهم زي اللي فاتوا، انوركسيجينيك. طب حلو، يعني حاجات شبع يعني. طيب ماشي، بيطلعوا منين؟ دول شورت سيجنال، يعني بيطلعوا بسبب ستيمولاس معين. ماشي، بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الامعاء. الكوليسيستوكاينين بيطلع من الديودينم، وده منطقي خالص، لان انت لو فاكر من الجي اي تي بتاع بقى الفسيولوجي الوظيفه بتاعت الكوليسيستوكاينين، كاينين يعني محرك، وكوليسيستو يعني الجول بلادر، فهو كان بيعمل كونتراكشن في الجول بلادر عشان تنزل البايل بتاعها عشان تبدا تعمل الهضم، فبالتالي لازم يبقى المحفز بتاعه اصلا في منطقه الديودينم. ما ده منطقي، عشان انت هتعدي في الديودينم يكون البايل طلع، منطقي، الامبولا اوفاتر سكند بارت اوف ذا ديودينم. تمام. بينما الجي ال بي 1 والبي واي واي بيطلعوا من الديستال انتستين كولون والحتت ديت. ماشي، يبقى ده ايه؟ كاس. طبعا دي بتطلع من حاجه اسمها اي سيل، وحاجه بتطلع من ال سيل، عايز تعرفهم ماشي، مش عايز مش عليك اصلا يعني. طيب دول ايه الوظيفه بتاعتهم؟ بيشتغلوا ازاي بقى؟ ببساطه بيشتغلوا من خلال الفيجال ستيميوليشن، فبالتالي شغلهم في الفيجال ستيميوليشن دوت يخليك ان انت تشبع، وهنفهم شغل الفيجال كمان شويه ان شاء الله. بيشتغل ان هو بيقلل احساسك بالجوع، بيخليك ان انت تشبع، انوركسي جينيك. يبقى ده الوظيفه بتاعتهم في الغالب، ان هي من خلال الفيجال ستيميوليشن، ده في الغالب يعني. رابع هرمون معانا
وهو الجريلين. طبعا انت هتقول لي يا دكتور احنا لغايه دلوقتي عمالين نتكلم هرمونات كلها انوركسيجينيك، فين بقى هرمون الجوع؟ فين الاوركسيجينيك اللي يخليك عايز تاكل؟ هو ده يا باشا هرمون الجوع. الاوركسيجينيك هانجر هرمون، هرمون الجوع اللي هو الجريلين. نفس الكلام، هو شورت سيجنال زيه زي اللي فات. بيطلع منين؟ ادي الاستومك، بيطلع من الفندس بتاعه الاستومك، القمه ديت يعني. ماشي. بيطلع امتى؟ بالعقل وبالمنطق يطلع امتى؟ اكيد هيطلع قبل الاكل، صح؟ ويقل بعد الاكل، ده الطبيعي. يبقى هو بيكس بري برانديال يعني قبل الاكل بتاعك، وفول افتر ايتنج، ده المنطق. ما عدا بيظل عالي في بعض الحالات زي البرادر ويلي سندروم. مش عليك بس هي حته كلينيكال قلت اعرفها لك، انتوا خلاص يعني بتشطبوا بقى الكليه، فلازم تبقى انت واخد حتت كلينيكال كده مهم. الجريلين بيعلى مع البرادر ويلي سندروم. الشاطر يروح بقى دلوقتي يوقف الفيديو ويبحث عن البرادر ويلي سندروم ويفهمها، يبقى فهم حاجه برضو مهمه في الاطفال. ماشي. يبقى ده الجريلين هتلاقيه برضو عالي عندهم بعد اكل، هيجي الديفكت طبعا عندهم يعني، دي سندروم كده يعني. طيب ده كده فكره الجريلين. وكده احنا يعتبر خلصنا مين؟ خلصنا النيورو اندوكراين. نروح بقى على حاجه مهمه قوي، ويمكن يعني رمينا ليها كام كلمه كده واحنا بنتكلم في الجي اي تي، وهو الجت برين اكسس، الوصله ما بين المخ والجي اي تي. دي مهمه جدا جدا جدا. ادي عندنا الجي اي تي وادي البرين، يبقى في وصله ما بينهم. الوصله دي عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين ومنطقيين خالص. عن طريق الفيجل، احنا لسه قايلين من خلال الفيجل، صح؟ مش كنا اتكلمنا على الكلام ده؟ تمام. وكمان الجات هرمونز. الله، هي بتاثر؟ ما احنا لسه عمالين نقول انسولين وليبتين ومش عارف جريلين مش لسه عمالين نقول الحاجات دي؟ ما هي بتاثر برضه. يبقى الجات هرمون ممكن هي كمان تاثر على البرين. خد الجمله الذهبيه دي عندك، هي دي المفتاح بالنسبه لنا. وخلي بالك انا هدمج في النقطه دي النقطه رقم 3 اللي عندك في الكتاب اللي هي الجات برين اكسس مع النقطه رقم 7 اللي هو نظام المكافاه. في الاوبيسيتي بيحصل ان البرين بيبقى دي سنسيتايزد للساتايتي سيجنالز، يعني الجسم المعده بتبعت له والجي اي تي بيبعت له احنا خلاص شبعنا، يقول لك لا انا لسه ما شبعتش. يا عم والله احنا شبعنا. لا يا عم لسه ما شبعتش. ليه؟ اصلي ما عدتش حساس اصلا للساتايتي سيجنالز. وكمان بيبقى عندي حاجه اسمها هايبر اكتيفيتنج ريورد باثويز، وهتفهمها واحده واحده. ده نظام المكافاه اللي ربنا خلقه لك، اللي هو انك تحس بالانجاز وفكره الدوبامين، هتفهمها بالتفصيل واحده واحده. يبقى انا عندي نقطتين، نقطه 1 ونقطه 2، نمسكهم واحده واحده. اول نقطه ان انا عندي less sensitivity to satiety signal. ايه القصه والحكايه بقى؟ انت المفروض سيادتك بتاكل، صح؟ كلت حاجه كده، ايه اللي بيحصل؟ وصلت عندك في الجهاز الهضمي، بدات انها تعمل ميكانيكال ديستنشن للجهاز الهضمي وكيميكال ستيميوليشن، وبدات تعمل سيجنالز. طبعا ده عملتها ايه في الجات ميكوزا يعني، وبدات تعمل سيجنال تبعتها مع الاشارات العصبيه. الاشارات العصبيه اللي هي مين يا ترى؟ اكيد الفيجال سيستم، صح؟ عشان تروح للبرين. هتقول والله انا اكلت وشبعت والدنيا حلوه. ماشي، دي حاجه. الحاجه التانية ان الاكل ده برضو هيبدا ان هو يحفز خروج هرمونات احنا لسه قايلينها من شويه بتاعه الشورت سيجنال اللي كانت بتبقى انوركسيجينيك، اللي هم الجي ال بي 1 والبيبتايد واي واي سكريشن. حلو، ده منطقي خالص. اللي بيحصل ايه بقى مع الناس اللي بتاكل مثلا هاي شوجر وهاي فات، اللي هم ايه الاوبيزوجينيك دايت دول بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ بيبدا ان السكريشن بتاعه الهرمونز ديت تقل. الله، يعني الموضوع بس مش مجرد ان انا اكلت كالوريز زياده، لا لا، ده الكالوريز دي اثرت على الهرمونات وغيرت في طبيعه هرمونات جسمي، فخلتني اصلا سهل ان انا اتخن، سهل ان انا اكل زياده. الموضوع مش بس ان انا اكلت وجبه زياده، لا ده حاجات متراكمه مع بعضها وغيرت في هرمونات جسمي كمان. نفس الكلام هتاثر برضو على الفيجال سيستم وتخليك ان هو يقل الاحساس بتاعه، فبالتالي تحتاج تاكل كميات اكبر عشان تشبع، عشان بس تحس بالشبع. فبالتالي خلت ان بدل ما الهرمونات كانت بتطلع تروح للبرين تقول له كفايه كده يا برين احنا شبعنا خلاص، لا ده الهرمونات الافراز بتاعها قل، فبقيت محتاج تاكل كتير قوي عشان تطلع نفس كميه الهرمونات السابقه اللي تحسسك بالشبع. دي اول نقطه، وده معنى الحساسيه القليله للساتايتي سيجنالز. تاني نقطة نظام المكافآت، التيست ريورد باثواي ديسريجوليشن. يعني ايه الكلام دوت؟ قبل ما اخش لك عليه، نظام المكافآت دوت ربنا عامله جوه دماغنا في الميزوليمبيك سيستم بتاع المزاج بقى والدنيا، انك لما بتعمل حاجه حلوه الدوبامين يطلع فتحس بالانجاز. حلو، نفس الكلام لما بتاكل اكله حلوه، بالذات الاكل اللي هو المسكر، تحس ان انت سعيد كده ومبسوط. ايه الحلاوه اللي حصلت ديت؟ تمام، دي مهمه جدا. وده نفس الباثوي اللي بيلعب عليه للاسف المدمنين. الناس اللي بتاكل دايت فيه هاي شوجر هاي فات، اللي هو الاوبيزوجينيك دايت، وركز الشوجر والفات، لكن البروتين لا، في الدايت ممتاز جدا البروتين. بيبدا يعمل ايه بقى؟ في الطبيعي ان هو بيبدا ياكتيفيت الدوبامين في الميزوليمبيك سيستم. حلو،
انت اكلت مره الحاجه المسكره حسستك بالانتعاش، قد ايه انا مرتاح كده، حاسس ان انا مرتاح ومبسوط كده، ده مره مفيش مشكله يعني. لكن المدمنين مثلا بيلعب على الحته ديت، انت شويه هتقلب زي المدمنين امتى؟ مع الوقت الطويل ومع التكرار. ايه اللي يبدا يحصل بقى مع التكرار؟ يبدا الدوبامين ريسبتورز اللي موجوده في الميزوليمبيك سيستم يحصل لها داون ريجوليشن. ليه؟ ما هي عمال انت تعمل لها ستيميوليشن بالشجر العالي دوت، فبدل ما في 10 ريسبتور يبقوا 5، بداوا يقلوا. فمحتاج ان انت تعمل لهم تحفيز اقوى عشان تحس بنفس البليجر اللي انت كنت حاسه قبل كده. مش ده نفس فكره الادمان؟ التوليرانس بتاع الادمان، ان انت كنت مثلا بتاخد مش عارف كميه هيروين معينه مش عارف ايه، وهي دي اللي مريحاك شويه، لا مش هي دي اللي عامله لي البليجر، محتاج اخد كميه اكتر شويه، لا مش هي اللي عامله لي البليجر، عشان بس تحافظ على نفس البليجر. فبالتالي بتخش في الدايره بتاعه الادمان اللي هو نيد مور تو جيت سيم بليجر، عشان بس احس ان انا سعيد زي المرات اللي فاتت. حلو، يبقى دي مشكله دخلك في سكه ايه؟ في سكه ادمان. ما هو ده اللي بيسموه ادمان السكر، هو ده بالظبط، هو الميكانيزم بتاعه كده. طيب، ويخلي عنده كريفنج للحاجات المسكره. يعني ايه كريفنج؟ يعني نهم وشره للحاجه المسكره، مش عشان هو محتاجها، لا هو عايزها عشان يحس بالمتعه، مش عشان هو جعان، لا ده انا بس عشان احس ان انا مبسوط. وده اللي يدخلنا في النقطه الجايه اللي هي التايبس اوف هانجر، انواع الجوع. عندي نوعين، نوع اسمه هيموستاتيك اللي هو الجوع الاتزان. جوع الاتزان اللي هو ايه؟ انا جعان عشان محتاج سعرات حراريه فباكل. حلو، طيب. ونوع تاني اسمه هيدونيك، وهيدونيك اللي هو جوع المتعه. انا مش باكل عشان انا محتاج كالوريز، ده انا باكل عشان محتاج الدوبامين في دماغي. طيب، الهيموستاتيك come from hypothalamus، ومعناه ان انا محتاج كالوريز، يبقى ده التحفيز بتاعه جاي من الهايبوثالاموس. لكن الهيدونيك مش جاي من الهايبوثالاموس، ده جاي من الليمبيك او الميزوليمبيك سيستم، انا محتاج البليجر. وده هنا في العيانين دول اللي هم بياخدوا هاي شوجر هاي فات دايت بيزيد عندهم الهيدونيك تايب اوف هانجر، ويبقى هو اوفر رايد على الهيموستاتيك. هو ما عادش بياكل عشان هو جعان، فتلاقيه مثلا لسه دابب باكله، والناس مثلا اتفرجت على اكس لارج كانوا شافوا كل كل حاجه، وبعدين قام جاي مطلع علبه الحلاوه وبياكل علبه الحلاوه. طب هو انت يعني جعان؟ لا انا حاسس ان انا مليان وبطني مليان على الاخر، بس انا عايز السعاده اللي هتجيبها لي السكريات دي. فهمتوا ازاي؟ طيب، هتلاقينا فهمنا حاجات جديده كده شويه في الاوبيزيتي ما كناش نعرفها قبل كده، وده اللي هتلاقيه موجود عندك في الكتاب في النقطه رقم 7. في بقى نقطه مهمه، في عمليات اسمها البارياتريك سيرجري، وممكن تكونوا خدتوها قبل كده في الاكاديمي او لا، بس البارياتريك سيرجري اللي هي العمليات اللي احنا بنعملها للتخسيس. في عمليتين شهيرين جدا جدا جدا، لاباروسكوبيك جاستريك سليف، ما عادش حد بيعملها اوبن يعني، بقت لاباروسكوبيك بالمنظار. يعني لاباروسكوبيك طبعا انتوا عارفين الفرق ما بين اللاباروسكوب والاندوسكوب. اللاباروسكوب اللي هو منظار بطني يعني، مش منظار من فوق يعني او من تحت، ده فرق ما بينه وبين الاندوسكوب. المهم لاباروسكوبيك سليف جاستريكتومي اللي هو بتخليها المعده زي الانبوبه بالظبط. في بقى حاجه تانية بتعملها، بتبقى لاباروسكوب برضو في الغالب، بتبقى بايباس. بايباس ديت اللي هي يعني هنا انت قصيت جزء من المعده وخليتها زي الانبوبه، لكن هنا لا، انت قصيت جزء كده وعملت وصل، عملت باي باس للحته ديت، خلاص الاكل بقى هيخش منها وباي باس على طول يخش ايه؟ على حته في الانتست. حلو، دي ميزتها ايه؟ ليها ميزتين، يبقى الفايده بتاعتها ليها ميزتين او بتشتغل بميزتين. اول حاجه الفود ريستريكشن، ما انا صغرت لك حجم المعده، مش هتقدر تاكل نفس الكميات السابقه. وان كان الحقيقه العمليات ديت ليها نسبه فشل برضو. يعني بمعنى ايه؟ العمليه دي مش سحر، مش ان انت هتاكلها من هنا يعني او هتعملها من هنا ويلا بقى كل اللي نفسك فيه، اصل انت كده كده مش هتقدر تاكل. لا، انت قعدت تاكل في سكريات كتير، بتبدا المعده دي تتمدد والعمليه تفشل. فهمت؟ ما هي انسجه ممكن انها تتمدد يعني. فهو بتعمل فود ريستريكشن انك مش قادر تاكل زي زمان، ماشي، بس في حاجه تانية اهم، بتبدا تظبط لك الهرمونات اللي باظت ديت. ازاي يا دكتور؟ اول حاجه خلي بالك مثلا هنا، سواء في الاثنين يعني، سواء ديت او دي، انت شلت جزء كبير من المعده، فالاكل بسرعه بسرعه هينزل الانتستين، فيحفز الهرمونات اللي كانت بتطلع من الانتستين بشكل سريع وتطلع بكميات كبيره مره واحده، اللي هو الجي ال بي 1 والبي واي واي، يحصل لهم ماسيف سبايك. طب دول كانوا بيعملوا ايه يا دكتور يا ترى؟ دول كانوا انوركسيجينيك، فيعملوا ساعتها شبع، فتلاقيه شبعت بسرعه. ليه؟ لان حصل رابيد نيوتريانت ديليفري تو ديستال جات، وصلت بسرعه للانتستين، فبسرعه بسرعه طلعت الهرمونات ديت، فبسرعه بسرعه حفزت المخ وقالت كفايه كده انت شبعت، فتلاقيه شبع بعد اكل بسيط خالص. حلو، ماشي، يعني دي فكرتها برضو والميزه بتاعتها ايه. بنروح على النقطة رقم 4 وهو الأديبوز تيشو ديسفانكشن، ودي يعني تعتبر نقطة المفروض إن أنتوا تكونوا فهمتوها كويس قوي في التايب 2 دايابيتس في الاندوكراين، لكن إحنا هنتكلم على أساس إن إحنا ممكن مش عارفينها، فناخدها واحدة واحدة كده ونفهمها. دي حاجة اسمها أديبوزوباثي. يعني إيه؟ باثي يعني باثولوجي، وأديبوز اللي هو الأديبوز تيشو، يبقى ده مرض في الدهون. ده يدخلنا في قصة إيه؟ إن الأوبيسيتي مش دهون زيادة بس، ده دهون ديسفانكشنال، دهون بايظة، دهون وحشة، دهون سيئة. واحدة واحدة، مرتبطه مع ان في انفلاميشن في الجسم. ازاي؟ هتفهمها بقى واحده واحده.
دي حته مش عندك في الكتاب، بس هي اسمها الفات ديستريبيوشن، لازم انك تعرفها. بص يا سيدي، انا عندي شكلين من الدهون، اديني حطيت خط كده. لو الجسم بيعبي دهون في الجزء العلوي منه، ده زي ما انت شايف خد شكل ايه، شكل التفاحه، اسمه ابل بادي شيب. او يبقى بيعبي في النص التحتاني اكتر، اللي بيسموه البير شيبد، اللي هو شكل الكمثرى بالشكل وبالعقل وبالمنطق. الشكل ده شكل الرجاله، بيسموه اندرويد شيبد، تمام. وده جاينويد شيبد اللي هو شكل الستات. اظن دي حاجه كلنا عارفينها. طب ايه الفرق ما بينهم؟ يعني ده توزيع الدهون، تفرق فرق السماء والارض. بص يا سيدي، الابل شيبد ده بيسموه سنترال اوبيزيتي، اوبيزيتي سنترال كده مش بريفرال. والاوبيزيتي هنا الفات مش بتبقى متجمعه تحت الجلد، لا لا لا، بتبقى متجمعه جوه الاحشاء، اسمها فيزرال اوبيزيتي، ودي اخطر واسوأ انواع الفات. هنفهمها بالتفصيل بقى، بس احنا بنقول مقدمات. طب شكل الكمثرى البير شيبد ده اسمه ايه؟ العكس بقى، دي بريفرال اوبيزيتي، طرفيه مش سنترال. وكمان الفات المتجمعه تبقى سابكوتينيوس، ودي تعتبر دهون حميده كويسه ما فيهاش مشكله قوي. يبقى احنا خدنا مقدمه كده ان اسوأ حاجه هو السنترال اوبيزيتي او الفيزرال اوبيزيتي. تعالى بقى نشوف الفيزرال اوبيزيتي او السنترال اوبيزيتي او الابل شيبد اوبيزيتي ديت بتعمل ايه وايه المشاكل بتاعتها، واحده واحده. اللي بيحصل هنا ان انا لما بتتجمع عندي، ركز، بتتجمع عندي الدهون في الفيزرا، بالذات في الفيزرا لما بتتجمع في الفيزرا الدهون ممكن تتجمع بشكل من اتنين، يا اما فات هايبرتروفي يا اما فات هايبربليزيا. الفرق ما بينهم ده سيمبل باثولوجي. هايبرتروفي انا عندي سيل واحده بس عماله تكبر 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 تكبر. هايبربليزيا لا، ده انا كان عندي واحده بقوا 2 بقوا 3 بقوا 4 بقوا 8 بقوا 10 بتتكاثر. مين فيهم الاحسن؟ الهايبربليزيا. ليه؟ اصل كل ما كبرت هتعمل مشاكل وهتشوف ازاي. يبقى الفات هايبرتروفي هو بالنسبه لي التريجر اللي هيبدا المصيبه اللي احنا هنحكيها ده كلها. طيب دي بتبقى هارم على عكس الفات هايبربليزيا زي ما احنا قلنا. ايه اللي بيحصل بقى في الفات هايبرتروفي؟ لما بتكبر بتبعد عن البلاد سبلاي بتاعها، فيبدا يحصل لها شويه نيكروزس في النص. حلو. ليه؟ لان في هايبوكسيا، ما هي بعيده عن البلاد سبلاي. النيكروتيك تيشو ديت هتبدا ان هي تطلع مواد تجيب اميون سيل عشان تخلصني من المشكله اللي هنا. المواد دي اسمها كيمو اتراكتنت، مواد كيميائيه تجذب الاميون سيلز. الاميون سيل اللي تهمني هنا هي الماكروفيج. وانا الحقيقه عندي نوعين من الماكروفاج، ماكروفاج طيبه وماكروفاج سيئه. ماكروفاج حلوه اسمها M2، دي بتبقى انتي انفلاماتوري وكمان انسولين سنسيتايزر، يعني بتزود حساسيه المستقبلات بتاعه الانسولين. عندي واحده تانية بتساهم بقى في الانفلاميشن، برو انفلاماتوري، اسمها M1، ودي اللي هتشتغل هنا. المواد اللي هتطلع من الدهون ديت هتشغل M1، تخلي الماكروفاج تتحول الى التايب اللي اسمه M1، وده اللي بيعمل لي انفلاميشن. فتبدا هذه الماكروفاج تطلع لي سيتوكاينز. ركز بقى فيها، هتبدا انها تطلع لي برو انفلاماتوري سيتوكاين، عشان كده قلت لك انه مرتبط بايه؟ بالانفلاميشن، عشان كده هيعمل سيستميك انفلاميشن في الجسم. وكمان هتقلل حاجات مفيده زي الاديبو نكتين، تقلل الاديبو نكتين، وده كان كويس بيقلل لي الانفلاميشن، انتي انفلاماتوري، وكمان بيزود حساسيه المستقبلات بتاعه الانسولين. حلو. يبقى اهم حاجه انها طلعت لي برو انفلاماتوري سيتوكاين. طيب تعالى ناخد القصه كده من الاول. ايه اللي بيحصل؟ انا عندي فيزرال فات، هذه الفيزرال فات بتطلع برو انفلاماتوري سيتوكاين، ده على جنب كده عرفناه. الحاجه الثانيه، الفيزرال فات ديت ماشيه مع الفاسكولار اناتومي بتاع مين؟ بتاع الجي اي تي، اللي بيروح يصب في مين؟ بيروح يصب في الليفر، فتبدا الدهون تروح للليفر. حلو الكلام، وتاثر على الليفر، وهنتكلم عليه ان شاء الله كمان شويه. المهم لما تروح للليفر وتخش جوه خلايا الليفر، تبدا تعمل خلل في خلايا الليفر، تخليه ما عادش يستجيب للانسولين. حلو. الليفر طبعا ده مكان اساسي جدا لشغل الانسولين عليه عشان يخزن فيه السكر. يجي الانسولين يشتغل مش عارف يشتغل، اصل المستقبل ما عادش حساس، فيقول لك يا بنكرياس طلع لي انسولين زياده يمكن نعرف نتغلب على ريسبتور المعصلك دوت اللي مش حساس. وقصه الحساسيه دي مهمه قوي، يعني هنحكيها كمان شويه ان شاء الله. فيحصل هايبر انسولينيميا. حلو. نتيجه ايه؟ ان انا عندي انسولين ريزيستنس. النقطه الثانيه، الدهون هتبدا تزيد في الدم وتعلى الدهون الثلاثيه، هايبر ترايجليسيريديميا. طيب دي اول نقطه على الليفر. كمان الفيزرال فات دي هتعمل لك ايه بقى يا ترى؟ كمان الفيزرال فات دي مع الوقت هتبدا تاثر على عمليه الكليرنس والستورج اوف ترايجليسرايد في السبكوتينيوس فات، تبقى مش عارف ترسب الترايجليسرايد تحت الجلد. ومع الوقت كمان الترايجليسرايد بتزيد تحت الجلد، فتبقى خلاص عدت الليميت المسموح بيه، مش عارف ان انا ارسب زياده. طب يبقى الدهون الزياده دي هتروح فين؟ هتبدا تروح فين يا ترى؟ يقول لك وديها لي يا باشا في نون اديبوز اورجان، في اورجانز
مش طبيعي ان انا ارصف فيها الفات، فيبدا يحصل لك حاجه اسمها اكتوبيك فات ديبوزيشن. زي فين؟ زي في الليفر، يعمل لك نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز اند نون الكحوليك ستياتو هيباتايتس، هنتكلم عنها كلمتين ببساطه كده. يترسب في الهارت، يترسب في المصل، يترسب في اماكن كتيره جدا. طيب يبقى ده مهم جدا جدا جدا. دي القصه بتاعت ايه؟ بتاعت الانسولين ريزيستنس وعلاقه الفيزرال فات بالموضوع، خلت الليفر ما استجابش. ولسه هنتكلم كمان شويه بقى على الموليكولار بيزس بتاع الانسولين ريزيستنس وازاي حته الاكتوبيك فات ديبوزيشن ديت. طيب خلصنا كده خلاص النقطه رقم 4 اللي هو الاديبيزوباثي. نروح بقى على الاكتوبيك فات ديبوزيشن. احنا خلاص فهمنا الفكره جايه منين. ماشي. من اهم الاماكن الليفر، يروح يترسب فيه، تعمل لك نون الكحوليك فاتي ليفر ديزيز. ده هنا ما عملتش انفلاميشن، لما تعمل انفلاميشن تبقى ستياتو هيباتايتس. طبعا دي ليها مشاكل طبعا، هتخلي الليفر ما يستجبش لعمليه تصنيع الجلوكوز اللي هو الجلوكونيوجينسيس. المفروض ان الانسولين بيجي يعمل لها انهيبيشن، حلو، ما تصنعليش جلوكوز، هو يبقى ما بيستجيبش للانسولين فيقعد يصنع جلوكوز يصنع جلوكوز يصنع جلوكوز. بس هل الجلوكوز اللي اتصنع هنا له علاقه بالاكل؟ لا، ملوش علاقه بالاكل. فتخلي العيان عنده فاستنج هايبر جلايسيميا، ما اكلش بس عنده هايبر جلايسيميا. ليه؟ لان الليفر عمال يصنع جلوكونيوجينسيس مستمر، لان الليفر ما عادش بيستجيب لتاثير الانسولين. دي اول حاجه، بتاثير الدهون. واحنا لسه هنشوف الموليكولار بيزس بتاع الموضوع ده على مستوى الخليه، هتشوفها ما تقلقش خالص. تروح على العضلات تترسب فيها، فتبدا تعمل ايه؟ تخلي الانسولين برضو مش عارف يشتغل. طب هو الانسولين بيعمل ايه على العضلات؟ بيخليها تاخد الجلوكوز، فبالتالي برضو هيريديوز الجلوكوز ابتيك. فتيجي بعد الاكل سيادتك مش تعرف تستهلك الجلوكوز ولا تحرقه، فيحصل لك بوست برانديال هايبرجلايسيميا. اخر حاجه في البنكرياس، ويقلل افراز الانسولين لانه كمان بيأثر على البيتا سيلز. طبعا معروفه ان افراز الانسولين في الاول بيبقى هايبر انسولينيميا وبعد كده بيقل، ده حاجه معروفه من ايام الدايبيتس. طيب دي الاكتوبيك فات ديبوزيشن. ايه بقى الموليكولار بيزس بتاع الانسولين ريزيستنس؟ طبعا الكتاب كتبها لك ايه 3 نقاط كده على السريع كده، ايه في السخان كده، بس احنا عايزين نفهمها واحده واحده عشان برضو اللي ما كانش فهمها كويس قوي مع الاندوكراين يفهمها كويس قوي دلوقتي، لان ده طبعا موضوع ما فيهوش نقاش. الهايبرتنشن والدايبيتس ميليتس دول موضوعين ما ينفعش سيادتك تخرج من الكليه الا وانت هاضمهم كويس جدا جدا جدا. دي كده خليه ايه اللي انا عايز اتكلم عليه هنا؟ عايز اتكلم على خليه من خلايا المصل. طيب عشان فيها نوع معين من الجلوكوز ترانسبورتر اللي هو جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. وده كده البلاد ستريم، ده الانسولين ريسبتور، وادي هنا ده جزيء جلوكوز انا عايز ادخله جوه الخليه. هدخله ازاي بقى؟ واحده واحده. دي فيزيكل بتحتوي على الترانسبورتر، حلو، جوه الخليه. انا بقى عايز اطلعه على سطح الخليه عشان اعرف اخد الجلوكوز، ده المنطق. اطلعه ازاي بقى؟ بيجي الانسولين يمسك في الريسبتور بتاعه فيعمل فوسفوريليشن للريسبتور، حلو، فالريسبتور ده يبقى اكتيفيتد، فتيجي ماده اسمها انسولين ريسبتور سبستانس 1 يحصل لها هي كمان فوسفوريليشن. بس خلي بالك في نوع الفوسفوريليشن هنا بيبقى تايروزين فوسفوريليشن، بشتغل على الامينو اسيد اللي اسمه تايروزين فبقيت اكتف. الماده ديت الفوسفوريليتد انسولين ريسبتور سبستريت 1 تبدا ان هي تاكتف حاجه اسمها فوسفاتيدايل اينوزيتول 3 كاينيز. هو كمان بالتبعيه اكتف حاجه اسمها بروتين كاينيز بي او اي كي تي. هي بالتبعيه تروح تعمل ايه؟ تعمل ترانسلوكيشن للجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 الى سطح الخليه، ويبدا الجلوكوز يقوم جاي داخل جوه الخليه. فكده انت سيادتك عملت جلوكوز ابتيك. ايه اللي بيحصل بقى في الانسولين ريزيستنس ديت؟ تيجي الفري فاتي اسيد اللي جت بقى من الفيزرال اوبيزيتي والقصه والحكايه ديت، يتعرض لبعض التغيرات وتطلع ميتابولايتس زي حاجه اسمها الداجز والسيرامايدز وحاجات اخرى يعني. المهم هذه الميتابولايتس تبدا انها تاكتف حاجه اسمها سيرين كاينيز. السيرين كاينيز دي بتعمل فوسفوريليشن للاي ار اس 1 بس سيرين فوسفوريليشن. يعني ايه؟ يعني بتشتغل على الامينو اسيد اللي اسمه سيرين مش تايروزين، يعني تخليه ملوش لازمه مش شغال. فكل السكه دي تتقفل وما اعرفش اعمل جلوكوز ابتيك، وهو ده الانسولين ريزيستنس. الانسولين موجود بس الريسبتور مش عارف يشتغل. ولو احنا بقى كنا شاطرين في الاندوكراين هنعرف ان اصلا الانسولين ريسبتور ممكن يبقى عيب في الريسبتور او بوست ريسبتور، والاشهر هو البوست ريسبتور، وده هنا عيب في البوست ريسبتور. ده مثال من ضمن امثله الانسولين ريزيستنس، مهم قوي، مهم جدا جدا. يبقى انا هنا ما عرفتش اعمل ايه؟ جلوكوز ابتيك. طيب بعد كده عندنا جمله كده يقول لك ايه؟ رول اوف جينيتك اند ايبيجينيتك. طب تقول لي يا دكتور جينيتك وانا فاهمها، ايه الايبيجينيتك؟ اقول لك لا، تعالى افهمه لك واحده واحده كده. بص يا سيدي، اول حاجه جينيتك التريشن، ايه القصه؟ تاني حاجه هي الايبي جينيتك، ايبي يعني فوق، ايه بقى القصه دي؟ تعالى نفهم كده. الجينيتك التريشن هو تغير في الدي ان اي سيكونس
ترتيب القواعد النيتروجينيه اتغير بشكل بيرمننت، بشكل طفرات، فبالتالي نتج عنه ايه؟ تصنيع بروتينات تانية. بس لو بصيت على الدي ان ايه، لا ده في قاعده نيتروجينيه متبدله، السيكونس نفسه اتبدل. حلو حلو. طب الابيجينيتك لا، السيكونس طبيعي لكن حصل موديفيكيشن، ريفرسبل كيميكال موديفيكيشن، بتاثر على الجين اكسبريشن، وبيتحكم فيها عوامل زي الاستريس، زي الدايت، زي التوكسين واشياء اخرى. يعني ايه الكلام دوت؟ زي مثلا انا عندي جين المفروض ان هو شغال حلو، تحصل حاجه ستريس، دايت، اي حاجه من الحاجات اللي هنضرب بيها امثله ان شاء الله، تحط مثلا ميثايل جروب على الجين دوت، فالجين ده ما عادش شغال، يبقى كني ايه؟ قفلت الجين. لكن هل الدي ان اي سيكونس اتغير؟ لا، انا عملت بس ميثايليشن للجين دوت بس، لكن السيكونس نفسه، ترتيب القواعد النيتروجينيه نفسه، يبقى ده الفرق ما بين الجينيتك والايبيجينيتك. حته بقى 200 اكتر من 200 طفره والكلام دوت ده سيبك منه، يعني هي كلمه مكتوبه عندك في الكتاب وخلاص. ناخدهم واحده واحده. اول حاجه الجينيتك التريشن. عندي نوعين من الخلل الجيني اللي يؤدي الى اوبيزيتي او الجينيتك فاكتور. حاجه اسمها بوليجينيك اوبيزيتي، ودي الكومن، عباره عن ميوتيشنز ضعيفه لو ريسك، بس اتحطوا فوق بعض فوق بعض فوق بعض، عملوا ميوتيشن كبيره، فبالتالي دخلوني في اوبيزيتي. كوميوليتيف اللي هو تراكميه افكت اوف مالتيبل لو ريسك فاريانتس، اللي هي ميوتيشنز يعني. زي ايه هنا؟ زي حاجه اسمها الاف تي او، هتلاقيها مكتوب عندك في الكتاب، فات ماس اند اوبيزيتي اسوشيتد جين. ده ايه؟ ده السترونجست جينيتك ريسك فاكتور للبوليجينيك اوبيزيتي. بوليجينيك لانها متعدده الجينات الافكتد يعني. بيؤدي الى ابيتايت ديسريجوليشن، في صوره ان الجريلين بيبقى عالي، فالعيان ايه؟ هانجر دايما وجعان دايما، فتدخله فيه اوبيزيتي. يبقى ده الجينيتك فاكتور اللي هو البوليجينيك. في بقى المونوجينيك اوبيزيتي، ودي الرير اللي احنا اتكلمنا عليها في، قلت لك نوت كده بتاعه الميلانوكورتين ريسبتور ديت، اي ام سي 4 ار ريسبتور ميوتيشن، ودي الموست كومن كوز اوف مونوجينيك اوبيزيتي، بتعمل من 2 ل 5% اوف سيفير ايرلي اونست اوبيزيتي. ليه؟ لان بتخلي الساتايت سنتر اعمى، مش في حاجه بتحفزه، فدايما جعان 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 جعان، بتعمل بلايندنس تو ساتايتي سيجنالز، واحنا شفناها بالرسومات بتاعتنا، فتعمل اكستريم هايبرفيجيا اند لاك اوف ساتايتي. خلاص هو عايز ياكل 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 وما بيشبعش، ما فيش شبع خالص. طيب يبقى دي كده المونوجينيك. طب ايه بقى الايبيجينيتك التريشن؟ عندي مثالين. اول مثال الماتيرنال اوبيزيتي اند جيستيشنال دايابيتس ميليتس، خدته في النساء حاجه اسمها الجيستيشنال دايابيتس ميليتس اللي هو سكر الحمل، وكذلك الماتيرنال اوبيزيتي، الاثنين بيعملوا تاثيرات. ازاي بقى؟ الهاي جلوكوز طبيعي والهاي انسولين اللي مرتبطين مع الاوبيزيتي او الجستيشن، ما احنا لسه قايلين اصلا فكره الاوبيزيتي والانسولين ريزيستنس، فاحنا فهمناها خلاص، بيتنقلوا للبيبي ويبداوا يعملوا تغيرات في الدي ان اي بتاعه، وتعمل دي ان اي ميثايليشن، مش في السيكونس، انا حطيت ميثايل جروب كده على الهايبوثالاميك نيورونز، فبدات الهايبوثالاميك نيورونز يحصل فيها تغيرات في صوره ايه بقى؟ تخلي ان عنده هاير ميتابوليك سيت بوينت. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا لو هو محتاج انه عشان يشبع، بضرب امثله يعني، محتاج مثلا 500 كالوري، يبقى محتاج 1000 كالوري، 1500، 1200، 1000، 2000 وهكذا يعني. يبقى رفعت الميتابوليك سيت بوينت، زي فكره الفيفر، ان السيتوكاينز والحاجات دي بتبدا ان هي تعمل ايه؟ ريست للثرموستات بتاعتك، وتبدا انها بدل ما تفهم جسمك ان الحراره الطبيعيه مش 37، لا دي 40، دي 39، فتلاقي جسمك بيرعش وعايز توصل للحراره ديت. فهمت ازاي؟ دي نفس الفكره يعني. حاجه تانية زي الايرلي لايف نيوتريشن، اللي هي التغذيه بتاعتك وانت جنين، او مش يعني مش وانت جنين، وانت بيبي يعني، بتفرق في حياتك بعد كده، ترسم كده البروفايل بتاعك بعدين. وكان يعني استاذنا استاذ الدكتور محمد عرفه كان يقول لك ايه، استاذ طبعا طب الاطفال عندنا يعني، يعني علامه فعلا، مش هنقدر نقول اكتر من كده، لا نوفيه يعني حقه، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. كان بيقول لك ان اول 1000 يوم في حياه البيبي هترسم حياته بعد كده، في تغذيته، في الستايل بتاعه، في حركته، في كل حاجه هي اللي هترسم بعد كده. فهو دي فكره الايرلي لايف نيوتريشن، لانها بتاثر كمان على الجينيتك في صوره ايبيجينيتك التريشن. النقطه السابعه طبعا مش كتبتها ليه، لان احنا قلناها خلاص، فكره الريورد بقى قلناها مع الجات برين اكسس يعني. الميكروبايوم التريشن، مايكروبايوم يعني تغيرات في البكتيريا اللي موجوده في الجي اي تي وفي الجينات بتاعتها. ايه القصه والحكايه؟ عيانين اللي عندهم اوبيزيتي دول وجدوا ان بيزيد عندهم نوع من انواع البكتيريا اسمها فيرميكيوتس. فيرمي من اسمها بتعمل ايه؟ بتعمل فيرمنتيشن، مظبوط كده. يبقى الفيرمنتيشن هيبقى زياده. ايه المشكله يعني لما اعمل فيرمنتيشن وتخمر؟ الفيرمنتيشن ده كان بيطلع لي حاجه اسمها شورت تشين فاتي اسيدز. تقول يا دكتور كان فيها حاجه مفيده قوي، البيوتريت دوت كان مفيد صح لصحه الكولونوسايت، بس بيطلع حاجات تانية زي الاسيتيت. وجدوا ان هذا الاسيتيت بيوصل للليفر، والليفر بيستخدمه في عمليه اللايبوجينيسيس،
فبدل ما انت مثلا بتاخد 100 سعره مثلا من الوجبه ديت، بسبب الموضوع دوت، بسبب الفرمنتيشن الزياده، بقيت تاخد منها 150 200 300 سعر، فبقيت بتاخد سعرات اكتر من الوجبه نفسها، فتتخن اكتر. فهمت ازاي؟ طيب يبقى دي فكره اللايبوجينسيس وفكره المايكروبيوم التريشن. هرمونال فاكتور، وانا دمجت النقطه بتاعه 9 و10، حته الانسولين ما هو هرمون فحطيته معاها، ودي مهمه قوي وركز معايا فيها ليه، لان هتلاقيها متعاده تاني ان شاء الله في جزء الريسك فاكتور، فهي نفسها فمش هنعيدها تاني يعني. الهرمونال فاكتور مهمه ليه؟ دي في الغالب بتبقى سكندري كوزز للاوبيزيتي. يعني واحد مثلا الكورتيزول عنده عالي فتخن، عالج الكورتيزول، قلل الكورتيزول في دمه، هيرجع طبيعي وخلاص. فهمت ازاي؟ فدي بتبقى السكندري كوز، لان انا عندي الاوبيزيتي نوعين، سمبل وده الاشهر، وسكندري ودي نادره شويه. السكندري من اهم الاسباب فيها هي الهرمونال فاكتور. طيب والادويه طبعا، اول هرمون معانا الشهير طبعا الكورتيزول، يعني شهير جدا، بتاع الاسترس، مع الكرونيك ستريس والضغط والكلام دوت بيعلى جدا يعني. طب الكورتيزول بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل فيزرال اوبيزيتي. طب ليه بيعمل فيزرال اوبيزيتي؟ هو بيعمل فات موبيلايزيشن، بينقل الدهون من البريفري الى منطقه السنتر، وبيرسب دهون في الفيزرا. قال لك ليه؟ قال لك اصل فيها ريسبتورز اكتر للجلوكوكورتيكويد اللي هو الكورتيزول. حلو الكلام. طيب فيعمل لك مور فيزرال اوبيسيتي. وكان بيدي شكل شهير قوي في الاندوكراين، كان اسمه ليمون اون ستيك، يعني تلاقيه عامل زي الليمونه كده، جسمه عامل زي الليمونه على عصيان. ليه؟ اصله عمل فات موبيلايزيشن ونقل لك الدهون في النص، وعمل لك بافالو هامبو والكلام دوت. طيب تاني هرمون معانا هو الثايروكسين. تقول لي لا يا دكتور استنى بقى، ده الثايروكسين ده كان بيحرق. بالظبط، يبقى انا عايز نقصان الثايروكسين هو اللي يعمل لي اوبيسيتي. بالظبط كده. اللو تي 3 هيقلل لك البيزل ميتابوليك ريت اللي كان بيعتمد على الثايروكسين بشكل اساسي طبعا، والكلام ده عارفينه من الاندوكراين. فبالتالي الحرق بتاعك يقل، فبالتالي تكسب وزن اكتر، لان الانرجي اكسبنديتشر قل، فبالتالي يعتبر ريلاتيفلي الانرجي انتيك زادت، فبقى عندك بوزيتيف انرجي بالانس. تالت واحد، وده يعتبر من السكس هرمونز، نقدر نحطه تحت السكس هرمونز كده يعني، الاستروجين. حلو، ركز بقى معايا. الاستروجين طول ما هو موجود بيرسب دهون، بيرسب دهون طبعا، عشان كده الستات اصلا بتبقى اتخن من الرجاله، صح؟ لكن بيرسبها سبكوتينيوس، يعني الشكل بتاع الستات اللي هو الشكل الصحي شويه، مش فيزرال، لا ده سبكوتينيوس. لكن مينوبوز بقى، بعد المينوبوز والطمث، ما اتقطعت الدوره والاستروجين قل، تبدا تترسب الدهون فيزرال فات، لان الاندروجين اصلا بيرسب فيزرال فات. طيب يبقى برضو ده نقصانه زيه زي الثايروكسين. رابع واحد البيلز، الحبوب اللي بتحتوي على البروجستين اللي هو السينثيتك بروجستيرون. بعض الحاجات بالذات الحقن ممكن ان هي تزود الابيتايت، وبالتالي يعني تفتح الشهيه فتخلي ايه في ويت جين، ودي هتلاقيها في الريسك فاكتور. انا بس جمعت لك الدنيا مع بعضها عشان ما نعيدش الحاجه 100 مره. خامس حاجه معانا الانتي اندروجينز بقى. الانتي اندروجينز زي بعض الادويه الانتي اندروجينز وجدوا ان هي ممكن انها تعمل لك اوبيزيتي. طب ازاي يا دكتور بتعمل الموضوع دوت؟ هو الاندروجين نفسه بيعمل لك اصلا فيزرال اوبيزيتي. حلو الكلام. طيب ودي حاجه معروفه على عكس الاستروجين. طب ليه بقى الانتي اندروجين مش تكون مفيده؟ لا، وجدوا ان الانتي اندروجين انا محتاج الاندروجين عشان حاجات تانية زي المصل بتاعتي، عشان اعمل لين بادي ماس اللي بيزود الميتابوليك ريت، يبقى هيقل عندي المصل ماس. حلو. وهتزيد الفات وهيحصل انسولين ريزيستنس، لان برضو الاندروجين بيبقى احيانا ليه دور شويه في حته الانسولين ريزيستنس كده يعني. تمام. لكن الاساس هي حته ايه؟ المصل ماس ديكريز ديت يعني. طيب سادس نقطه معانا، وسادس يعني هرمون معانا، هو الانسولين. مش محتاج اقول لك الانسولين دوت بيتخن، لان الانسولين اصلا بيعمل ايه؟ لما الانسولين بيزيد بيعمل لك لايبوجينيسيس، وبيقلل اللايبوليسيس اللي هو تكسير الدهون، والكيتو جينيسيس اللي هو تصنيع كيتون باتس من حرق الدهون. تقول لي يا دكتور انت حطيتها كده، بس من هنا جه في بالنا سؤال بقى. ايه السؤال ده يا دكتور؟ والسؤال ده يعني انتوا ممكن تبقوا عارفين اجابته من الدايابيتس، لكن انا بتعامل ان احنا بندردش مع بعض كده. انت دلوقتي يا دكتور قلت ان الانسولين الزياده هيعمل لايبوجينيسيس، صح؟ وفي نفس الوقت برضه بيحرق السكر، صح؟ فبالتالي في العيانين اللي عندهم تايب 2 دايابيتس ميليتس، اللي هم عندهم انسولين ريزيستنس، طالما مش بيعرفوا ياخدوا الجلوكوز، يبقى الوظيفه بتاعه اللايبوجينيسيس هتبقى متعطله، فبالتالي يخسوا. يبقى دي اكنها حاجه ربنا عاملها عشان يعوضهم عن الاوبيزيتي، فيبداوا يخسوا مثلا. بس ترجع تقول بس انا اعرف مثلا عمتي ده كان عندها تايب 2 دايابيتس ميليتس، كانت بتتخن يعني، مش كانت بتخس ولا حاجه. في حين ده انا اعرف بقى واحد كان صاحبي كان عنده تايب 1 دايابيتس وكان بيخس. طب ايه بقى الفرق ما بينهم؟ الفرق بسيط. الحقيقه دي من الحاجات الريسنت يعني اللي طالعه في اخر كام سنه كده، لما بدانا نشوف موليكولار بيولوجي اكتر ونخش على الحاجه كده ونشوف هي ايه. وجدوا ان فكره الانسولين ريزيستنس بتعتمد على حاجه اسمها الثريشولد اوف ريسبتور. يعني ايه كلمه الثريشولد اوف ريسبتور؟ كلمه الثريشولد ببساطه كده عامله زي ان انا عندي مثلا 10 ريسبتور. ال10 ريسبتور دول عشان يشتغلوا
مثلا يعني الريسبتور الواحد بيحتاج جزيئين انسولين لان هو حساس. لما ارفع الثريشولد عشان اكتفه، يعني بدل ما هو محتاج جزيئين انسولين عشان يشتغل يقول لك انا محتاج 5، شويه انا محتاج 10، ده الريسبتور الواحد. فكده الحساسيه بتاعته بتقل لان الثريشولد بيعلى. فوجدوا ان العيانين اللي عندهم انسولين ريزيستنس الثريشولد بتاع الجلوكوز ابتيك بيبقى عالي قوي، في حين ان الثريشولد بتاع اللايبوجينسيس بيبقى اقل. والعيان عنده هايبر انسولينيميا فستيل بيبقى قادر يعمل لايبوجينسيس لكن مش قادر يعمل جلوكوز ابتيك. فهمت ازاي؟ دي نقطه يعني مهمه قوي انك تبقى فاهم البيزز ديت يعني. طيب يبقى كده جاوبنا على هذا السؤال بتاع حته ان هو ليه عيان تايب 2 ستيل بيتخن عادي. طب ليه عيان تايب 1 بيخس؟ لانه ما عندوش انسولين اصلا، هو مش بيدخل جلوكوز عشان مش فيه انسولين اصلا. تمام؟ فده الفرق، فاكيد ما فيش اصلا لايبوجينسيس. شوف لما انت بتفهم البيزز بتاعه الحاجه بتلعب بقى براحتك وتبقى جاهز لاي سؤال بفضل الله. يبقى دي كده الهرمونال فاكتور. طبعا في حاجات تانية الكورتيزول بيعملها زي انه مثلا بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن، دي معلومه احنا عارفينها. يعني في اشياء اخرى بيعملها بس انا جبت لك ايه يعني الحاجات ايه المنوره شويه يعني، لكن في حاجات احنا عارفينها طبعا يعني. النقطه رقم 11 الانفايرمنت اند لايف ستايل فاكتور بقى، اللي احنا ممكن نسميهم ايه الاوبيزوجينيك انفايرمنت، البيئه اللي تخليك تخين. كيف تكون تخين؟ النقطه الاولى هو السيدنتري لايف. احنا في بالنا السيدنتري لايف دي عباره عن ايه؟ يقول لك عباره ان الواحد ما بيتحركش مثلا فمش بيحرق. الموضوع مش بس كده، مش بس قله حرق، لا ده مشاكل اكتر كمان. It's not just low burn، مش الحرق قليل كمان، لا دي كمان بتعمل anabolic resist، بتخلي في مشكله في البناء نفسه. يعني العضلات نفسها هتبقى صحتها وحشه فمش تعرف تستهلك جلوكوز كفايه، فالجلوكوز يتراكم وتخش في القصه بتاعتك. فهي مش مجرد انت ما بتحرقش كويس، لا ده انت كمان بتراكم المواد في جسمك وتبدا ان هي تتخن وتعمل المشاكل بتاعتها. تاني نقطه معانا هو السليب ديبريفيشن، حرمان النوم. ده تقريبا مشكله العصر، نومنا مش منتظم والكلام دوت. لو بتنام اقل من 6 ساعات بشكل متكرر تتوقع ان يحصل خلل في الجرولين ليبتين بالانس. في صوره ايه يا ترى اللي يدخنك؟ ده الليبتين ده اللي بيخليك مش عايز تاكل، الجريلين بيخليك تاكل، فاظن انت فهمت في صوره ايه. جريلين زياده وليبتين قليل. حلو، يبقى سليب ديبريفيشن ده مهم جدا جدا جدا، يبقى لازم ننام كويس، ننام اكتر من 6 ساعات في اليوم. طيب تالت نقطه معانا هي eat energy dense foods. energy dense foods اللي هي اكل قليل لكن مليان سعرات زي الفاست فود، وده ما اكثر. رابع حاجه هي الاربنايزيشن، اللي هو العيشه العصريه اللي هي قاعد في البيت ما بتتحركش، سيدنتري لايف، بتاكل فاست فود، ايت انرجي دنس فود. مع التوتر عندك كورتيزول عالي، مع التوتر انت ما بتنامش كويس فعندك سليب ديبريفيشن، عندك كل حاجه تخنك يعني سبحان الله. هنخش بعد كده على الريسك فاكتورز، وتعتبر هي انت بتاخد اللي قلناه في الباثوفيسيولوجي وتوظفه بشكل ايه لطيف شويه. يعني من الحاجات اللي قلناها زائد دراجز. نبدا اول حاجه من البريفيوس، ودي 5 نقاط تقريبا. اول نقطه جينيتك، طب ما احنا قلنا جينيتك. انفايرمنت، ما احنا قلنا الانفايرمنت والبيئه اللي حواليك والاوربانيزيشن والكلام دوت. الدايت، الاكل بتاعك، تاكل فاست فود، سيدنتري لايف، كلها حاجات احنا قلناها. وكمان الاندوكراينال ديسفانكشن. ازاي؟ مش احنا قلنا الكورتيزول كوشنج سندروم، مش احنا قلنا النقصان الثايروكسين يبقى هايبوثايروديزم، وحاجات تانية مش عندك. انا هنا في الساتايت سنتر مكانه فين؟ في الهايبوثالاموس، فلو عندي اصابه او تيومر في الهايبوثالاموس ممكن يخليك بتاكل كتير زي ما كان مدخلك في دايابيتس انسيبيتس، يبقى هايبوثالاميك او تيومر او انجري. وكمان لو في انسولينوما ورامه بيطلع انسولين كتير، طب ما الانسولين دوت هيعمل لايبوجينيسيس، صح الكلام؟ طيب فهيخليك ان انت تتخن. الحقيقه دي مكتوبه نصا كده في دافيدسون، فلازم انت تحفظهم بهذا الشكل. في بقى حاجه مكتوبه عندك في كتاب اللي هو البولي سيستيك اوفري سندروم. الحقيقه في كتب ما بتحطهاش من السكندري كوزز، وفي كتب مثلا زي ستيب اب تو ميديسن يحطها لكن هي من ضمن السكندري كوزز يعني. طب هي ايه الفكره بتاعتها؟ الفكره كلها في البوليسيستيك اوفري ديت ان العيان بيبقى عنده، ركز، بيبقى عنده هاي انسولين، وهذا الهاي انسولين بيبدا ان هو يحفز الثيكا سيلز اللي موجوده في الاوفري ان هي تطلع اندروجين، فيطلع اندروجين زياده. فهذا الاندروجين الزياده يبدا يرسب فيزرال فات، ما احنا قلنا الاندروجين بيعمل فيزرال فات اللي هو السنترال اوبيزيتي، فالسنترال اوبيزيتي تعمل مور اند مور انسولين ريزيستنس، وبالتالي مور اند مور هايبر انسولينيميا وتخش في السايكل ديت. ففي ناس تقول لك لا هو ده مش سكندري كوز منفصل، ده حاجه ليها علاقه بالانسولين ريزيستنس، ما الانسولين ريزيستنس هي اللي بتعملها. وفي ناس تقول لك لا هو سكندري كوز، فيعني ايه يتحط على الوفاق مفيش مشكله. الهايبوثايروديزم نفسها على فكره يعني في ناس يقول لك هو ده مش ويت جين حقيقي، وانما في ميكسيديما نتيجه ان انا مش بعمل ميتابوليزم للميوكوبوليساكرايدز فبتترسب، لكن هو مش فات حقيقيه. يعني في ناس بتقول لك هو ده الغالب يعني بتاعها الحقيقي. الدراجز بقى، ودي هي القصه والحكايه، وتجي لك في الام سي كيو كتير جدا جدا جدا.
ببساطه كده عشان تحفظها. الحقيقه الكتاب فعلا حط لك كميه تفاصيل 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 مرعبه يعني، كتيره جدا، بس في نفس الوقت يعني دخل حاجات في حاجات، فاحنا عايزين نفصلها كده بالراحه واحده واحده. اهم حاجه تحفظها الاسماء، يعني لازم تعرف الانتي ديبريسنت بيعمل كذا، الانتي دايابيتس بتعمل كذا، يعني لازم تبقى انت عارف الاسماء ديت لانها تنزل لك في الام سي كيو كتير. فانا احب اسميها ايه، عيله الانتي. عيله الانتي، انتي حاجات كتيره قوي، وفي الغالب شغلها هيبقى على المخ لاني عايز حاجه تاثر على الساتايتي سنتر. طيب واحده واحده كده. اول عيله معانا هم طبعا 8 عوائل، في عوائل منها قلناها ماشي. اول عيله معانا هو الانتي سايكوتكس. يعني ايه سايكوتك؟ يعني ايه سايكوزز؟ يعني الذهان زي الشيزوفرينيا مثلا، تمام، اللي هو انفصام الشخصيه. في ادويه انت بتاخدها بتعالج الموضوع دوت. الفكره الاساسيه في العلاج بتاعتها انها بتشتغل على الدوبامين ريسبتور، لكن بتشتغل على ريسبتورز اخرى. حلو الكلام. طيب ركز بقى معايا، في منها حاجه الجيل القديم اللي كان اسمه التيبيكال انتي سايكوتيك، وفي حاجه تانية احدث شويه واتعملت عشان انها تحميك شويه من الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن نتيجه قفله الدوبامين يعني. اسمها ايه، الاتيبيكال، يعني انتي سايكوتكس ماشي. ففي التيبيكال وفي الاتيبيكال. طيب واحده واحده. اللي يهمني ايه اللي بيأثر بقى. في منهم ناس بيعملوا انتي سيروتونين، بيأثر على السيروتونين ريسبتور 2. حلو، بيعمل انتي سيروتونين يعني بيعمل له بلوك. طيب وكل الانتي سايكوتك بتقفل الهيستامينيك ريسبتور نمبر 1، والاثنين دول لما تقفلهم هم موجودين في الساتايت سنتر، لما هتقفلهم هيحصل ايه في الساتايت سنتر؟ قال لك هيزود الابيتايت، يعني هيخليك عايز تاكل، شهيتك مفتوحه، يبقى بيعمل اوبيسيتي، بيعمل ويت جين. طيب انا لسه ما قلتش مين تيبيكال ومين اتيبيكال ماشي. طبعا تلاقي عندك اسماء في الكتاب، دي سهله يعني مش مشكله، انت المهم تعرف بس ايه العناوين الرئيسيه كده وخلاص. في تاثيرات تانية الانتي هيستامينيك دول معروفه قوي 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 ان الحاجات الحساسيه زي اللي هو الانتي هيستامينيك اللي بيشتغلوا على هيستامينيك ريسبتور نمبر 1 بيعملوا سيديشن، ينوموك شويه. فبالتالي هذا السيديشن هيقلل الفيزيكال اكتيفيتي، فاكنك دخلت في شكل من اشكال السيدنتري لايف. طيب ماشي، انا بربطهم لك بس عشان تعرف تحفظهم، كتاب منطورهم كده، انا عايزك تفهمهم كده مع نفسك. وفي شويه ميتابوليك ايفكت، زي ممكن تعمل انسولين ريزيستنس، التريشن في الجلوكوز ميتابوليزم، وممكن كمان تزود الترايجليسرايد اند ال دي ال، التريشن في الليبيد ميتابوليزم. احنا عندنا تيبيكال واتيبيكال. الاتيبيكال هم اللي بيشتغلوا على الانتي سيروتونين زائد الانتي هيستامينيك عادي جدا ماشي، بس هم اللي بيشتغلوا كمان على الانتي سيروتونين، فبالتالي يزودوا الابيتايت اكتر واكتر، زي اولانزابين وكلوزابين ماشي. وكمان هم برضو اللي بيعملوا انسولين ريزيستنس اند اليفيتد ترايجليسرايد اند ال دي ال ماشي. دول مين؟ دول الاتيبيكال زي الكلوزابين والاولانزابين ماشي. يبقى انت كده عرفتهم خلاص، شكرا على كده في الانتي سايكوتيك. تاني مجموعه معانا هم الانتي ديبريسنتس اللي هم مضادات الاكتئاب. والحقيقه الكتاب كتب لك 3 عوائل كده من مضادات الاكتئاب، وحط لك ايه الميكانيزمات تحت داخله في بعضها، فانا فصلتهم لك عشان تفهمهم. يعني هم 3 عوائل. اول عيله التراي سايكليك انتي ديبريسنت، ودول هيعملوا ايه ببساطه كده الشديده؟ بيقفلوا الهيستامينيك ريسبتور نمبر 1 والسيروتونين نمبر 2. تقدر سيادتك تقول لي بيعملوا ايه؟ الاثنين دول يبقى هيزودوا الشهيه، وكمان هيعمل سيديشن فيقلل الفيزيكال اكتيفيتي. حلو، سهله اهيت ما فيهاش مشكله. وكمان هيخلي عندهم كارب كريفنج. يعني ايه؟ يعني عايز ياكل ايه؟ عايز ياكل وجبه حلوه كده، وجبه مسكره. بيقول لك بيعمل حاجه اسمها سويت توث، اكن اسنانه مسكره يعني. طيب كارب كريفنج اللي هي ايه؟ رغبه ملحه انه عايز ياكل كارب، يعني ياكل سكريات. تاني واحد الماو انهبيتور. حلو، المونو امين اوكسيديز انهبيتور. طبعا المونو امين اوكسيديز ده انزيم مهم جدا في السمباثيتك سيستم، لانه مسؤول عن تصنيع النور ادرينالين وكمان السيروتونين. فبالتالي يبقى عندي انهبيشن لتصنيع النور ادرينالين والسيروتونين. السيروتونين لما اقلله مفهوم بالنسبه لي اكني قفلت الريسبتور مثلا، فممكن يزود الشهيه شويه، بس الاهم ان هو بيقلل تصنيع النور ادرينالين. ليه بقى؟ لان السمباثيتك نيرفس سيستم في حالات الهايبوغلايسيميا هو ده اللي بيزود لك السكر، يعني هو بيزود السكر، فلما اوقفه يبقى السكر هيقل. لما يكون عندي هايبوغلايسيميا ايه اللي هيحصل؟ هبقى عايز اكل، هيبقى عندي هانجر، هبقى جعان، فبالتالي ابدا ان انا اكل، فبالتالي يبدا ان هو يتخن. طيب تالت واحد معانا هو السيروتونين ري ابتيك انهبيتور، سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور. ودي طبعا ادويه اكتئاب شهيره جدا عشان تخلي السيروتونين يعني ايه افيلابل، فيبدا يشتغل على الريسبتورز بتاعته. هي ده مع اللونج تيرم يوز، مع الاستخدام الكتير قوي والطويل قوي، هيبدا يحصل داون ريجوليشن الريسبتورز ديت، فحساسيتها تبدا ان هي تقل، فيبدا هذه الريسبتورز ايه الساتايتي بتاعتك تتاثر، وتبدا ان انت الابيتايت تزيد، وتبدا ان انت تاكل زياده عن اللزوم. ده مع اللونج تيرم لما الريسبتورز تقل مع الاستخدام الكتير والتحفيز المستمر بالسيروتونين، فالريسبتورز تقل وحساسيتها تقل، فاكنك عملت لها يعني ايه بارشال بلوك كده، فتبدا ان الابيتايت تزيد شويه. انت خلاص فهمت الخطوط العريضه، قادر ان انت تعبر من نفسك من فهمك لميكانيزمات الدواء.
تالت عيله معانا هم الانتي ابيليبتكس، مضادات الصرع. حلو. طيب وهو يعتبر اهم واحد فيهم هو دواء واحد اللي هو الفالبرويك اسيد، ده اهم واحد فيهم. وده لانه بيستخدم اللي هو الديباكين، يعني بيستخدم كتير جدا جدا جدا. فللاسف حته الدراج انديوزد اوبيزيتي فيها من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلي البيشنت ما يلتزمش بالعلاج، ودي طبعا ادويه الواحد بيمشي عليها، ربنا يشفي المرضى جميعا يا رب، اللي عندهم صرع بيمشوا عليها سنين. يعني انت محتاج عشان مثلا تقول وقف الدواء يا باشا سنتين مفيش هجمه صرع عشان تقول وقف الدواء، فاهم؟ فيعني ايه، بتمشي عليه فتره طويله، فممكن تدخل في ويت جين، فتبدا ان هو ايه، يقول لك خلاص مش انا هوقف الدواء، يخش في ستيتس ايبيليبتيكس وممكن يموت فيها طبعا. طب الفالبرويك اسيد دوت اللي هو الديباكين بيبدا ان هو يعمل ايه مثلا؟ طبعا هو بيشغل الجابا عشان يبدا يعمل انهبيشن للاكزايتيشن اللي هو موجود دوت. فالجابا زي ما هو بيعمل انهبيشن برضه للاكزايتيشن اللي في المخ، بيروح يزود الابيتايت فيخليه ياكل زياده. الحاجه الثانيه انها كمان بتعمل انسولين ريزيستنس من خلال انها بتاثر على الفات اوكسيديشن، وبتقلل الاديبونكتين اللي هو كان اصلا فاكر لما في الانسولين ريزيستنس لما كان بيقل مع ريليز السيتوكاين، وهو كان حاجه حميده اصلا لانه انتي انفلاماتوري وبيزود حساسيه الانسولين ريسبتور. في دوايين تانيين يعني الكاربامازيبين هو طبعا انتي ايبيليبتيك يعني، بس يعني اقل في حته الويت جين من الفالبرويك اسيد. والجابابنتين، الجابابنتين ده شهير في النيوروباثيك بين بالذات، يعني ده الاستخدام الاساسي بتاعه زي الكونفنتين مثلا، يعني شهير جدا. وناس بتاخد كونفنتين للناس مثلا اللي عندها ديسك، اللي عندها مش عارف بريفرال نيوروباثي، الحاجات ديت يعني، وبالذات مش بريفرال نيوروباثي تحديدا، الناس اللي عندهم ديسكات بقى والروت كومبريشن وكده، فيبدا ياخد ايه كونفنتين فتره كده، يقول لك انا ما باخد الكونفنتين نفسيتي بتتفتح قوي، ببقى عايز اكل. فهي دي الفكره يعني. جابابنتين من تحديدا يعني بيعمل فلويد ريتنشن، ده حاجه. والحاجه الثانيه الجابابنتين بالذات بيبدا ان هو يزود الثريشولد بتاع الساتايتي، فتلاقيك محتاج تاكل كميات اكل اكتر عشان تشبع بس. رقم 5 تقول لي استنى يا دكتور فين رقم 4؟ ما هي كورتيكوستيرويد، ما احنا خلاص عارفينها بقى، يعني انجزت حاجات في الباثوفيسيولوجي وقلتها بالتفصيل شويه عشان ننجز دلوقتي. خامس مجموعه هو الانتي دايابيتس. والانتي دايابيتس انا هنا مش هقول لك مجموعات ادويه في الاول، عايز اكلمك على الميكانيزمات اللي تخلي عيان بياخد دواء سكر يتخنه واحده واحده. هم 4 ميكانيزمات وركز معايا واحده واحده. اول ميكانيزم ان العيان دوت يكون بياخد انسولين او حاجه بتطلع انسولين. طب ما ده بيعمل لايبوجينيسيس، صح ماشي. الحاجه الثانيه ان هو بياخد مثلا الانسولين او حاجه بتطلع انسولين، فتبدا ان هو يخش فيه هايبوجلايسيميا. مش ممكن يخش في هايبوجلايسيميا؟ عادي، ما هيدخل لك جلوكوز كتير جوه الخلايا فتخش في هايبوجلايسيميا. فالعيان لما بيخش في هايبوجلايسيميا بيتعب، فيبدا يحصل له حاجه اسمها ديفنسيف ايتنج، عشان هو خايف من تكرار الهايبوجلايسيميا ديت يبدا ياكل زياده فيخش فيه تخن في اوبيزيتي. ثالث ميكانيزم معانا ان العيان اللي عنده سكر بيبدا لما الثريشولد الرينال ثريشولد بتاع الجلوكوز لما يعدي في الدم 180 يبدا ينزل فيه اليورين، بيبدا يفقد السكر دوت، والسكر ده عباره عن كالوريز. فلما انا اديله انتي دايابيتس وابدا اقلل الجلوكوز في الدم، انا كده بحتفظ بالجلوكوز دوت وبستهلكه جوه الجسم، فبالتالي بقلل الجلوكوزوريا، فبقلل اللوس بتاعه الكالوريز. الحقيقه يعني دي ايه مش قوي يعني ماشي، بس ايه برضو قلنا ان احنا نعرفها. يعني حتى كان في فكره الدواء اللي هو الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 انهبيتورز، انها بترمي كميه جلوكوز كتير قوي في اليورين، فيقول لك ده كمان هتساعد العيان ان هو تخس لانه بيفقد كالوريز، بس على حساب ان ممكن كان يجي له يو تي اي. ده انا هنا بربط لك الدنيا ببعضها على موديول الاندوكراين. طيب ده ثالث ميكانيزم. رابع ميكانيزم بقى معانا انها ممكن تعمل فلويد ريتنشن. طيب ايه بقى اسماء الادويه؟ اول 3 ميكانيزمات هيعملهم 3 ادويه معانا، يا اما الانسولين، يا اما السلفونايل يوريا، يا اما الجلينايدز. الجلينايدز مش مكتوبه عندك بس هي ممكن تعمل، بس بدرجه اقل من السلفونايل يوريا. واحده واحده، الانسولين مفهوم، ما هو انسولين، لكن السلفونايل يوريا والجلينايدز دول الاثنين انسولين سكريتاجوج، يعني بيزودوا افراز الانسولين، هيبقى اشتغلوا زيهم زي الانسولين. لكن في فرق، السلفونايل يوريا ملوش علاقه بالاكل، بيزودوا طول اليوم فممكن يدخل في هايبوجلايسيميا اكتر، لكن الجلينايدز بيتاخد مع الاكل ففرصه انه يخش في هايبوجلايسيميا اقل، فالديفنسيف ايتنج اقل، لكن يظل ممكن ان هو يشتغل كانسولين وكريديوزد جلوكوزوريا. حلو الكلام. طيب طبعا في تفاصيل اكتر في الحاجات ديت في الدايابيتس، يعني مش عايز بس نتكبر الحصه على نفسنا يعني. اخر 3 بقى اللي هم الهايبوجلايسيميا والريديوسد جلوكوزوريا والفلويد ريتنشن بيعملهم التي زي ديز. ماشي تمام، يبقى كده ايه دمجناهم مع بعض، الدنيا كده اظن ايه واضحه وسهله ما فيهاش مشكله. سادس عائله معانا هم الانتي بي ريسبتورز، هم البيتا بلوكر، بس عشان ايه امشيها لك مع الانتي بي او مع الانتي فاميلي. البيتا بلوكرز دول هيعملوا ايه؟ الميكانيزمات اللي هي هتعملها لك. اول حاجه طبيعي ان البيتا بلوكر يعني هتقفل السمباثيك، فبالتالي بتقلل البيزا ميتابوليك ريت، لان حتى البيتا ريسبتورز او الادرينرجيك عامه كان ليها دور كمان مع الثايروكسين، ان هم بيشتغلوا سوا بيشغلوا بعض كده يعني، فهيقلل البيزا ميتابوليك ريت، ده منطقي خالص.
الحاجه التانية هيقلل الفيزيكال اكتيفيتي. ليه؟ هتتعب بسرعه، ما انت الهارت ريت قليل والكونتراكتيفيتي قليله، فهتلاقيك مش عندك جهد ان انت تعرف تتحرك كويس. طيب وكمان مثلا البيتا 2 ريسبتور مع الفازو دايلاتيشن والكلام ده لما انت بتقفلها والقصه والحكايه ديت اللي عشان العضلات مش هيوصل لها دم كويس، فتلاقيك بتتعب بسرعه، مش عارف تبذل مجهود كويس، فالحركه قليله. كمان ممكن تعمل مايلد فلويد ريتنشن مع تاثيرها على الريست سيستم. اخر حاجه بتنهبت اللايبوليسيس، فبالتالي مش بكسر الدهون، ودي بتظهر اكتر مع النون سيلكتيف بيتا بلوكر زي البروبرانولول عشان الام سي كيو. اخر حاجه معانا طبعا رقم 8، ان رقم 7 دي الهرمونز، فاهم يعني؟ يعني خلاص احنا اتكلمنا عليها. رقم 8 بقى اللي هي الميسيلينيوس زي الانتي هيستامينيك، ودي اتكلمنا عليها خلاص، ما احنا لسه قلناها بتاعه السيديشن وبتاعه الستايت سنتر. الانتي ريتروفايرال ثيرابي اللي هو علاج الايدز، ماشي. وكمان ممكن حاجه اسمها السايكو ستيمولانت ويذرول، ده الناس اللي بتاخد حاجات تحفز شويه زي الكوكين، الميثامفيتامين، الحاجات ديت لما يوقفها الحاجات دي بتقلل الابيتايت شويه، فيحصل ايه؟ ريباوند اكتيفيشن للشهيه بتاعته، فتلاقيه عايز ياكل كتير، فيحصل له ايه؟ ريباوند هايبرفيجيا، ويخش في ويت جين واوبيسيتي. ده كده بالنسبه للجزء الاولاني في حصه الاوبيسيتي.